ومعانا خليني في ومعاكم الأول طبعا. أرحب اه، بحضرتك. ربنا يخليك يا دكتور، اتفضل يا اتفضلي. دكتور. والله أبدا، حضرتك اتفضل. لا لا، انا كنت بس هرحب بيكي طبعا واشكرك، دكتورة سلمى ابراهيم، دكتورة صيدلانية كوتش، لايف كوتش وهيلث كوتش. موضوع جديد وجميل دائما وابدا. عندها الجزء النظري والجزء العملي. من 7 سنين تقريبا واحنا مع بعض بنشتغل مع بعض. ودائما ليها ادوار جميله. سافرت جون هوبكن، سافرت باث يونيفرسيتي. درست حاجات كتيره في الجامعه هناك معانا. فليها باع طويل في الدايت، ليها باع طويل في الرياضة وفي مكافحة التدخين. كلهم اسمهم ايه يا دكتورة سلمى؟ نمط الحياة الصحي، صح كده؟ اه، بالظبط. اه، طيب. هيلثي لايف ستايل بروموشن. نورتينا وشرفتينا، والميكروفون معاكي. ربنا يخليك يا دكتور، شكرا لحضرتك وشكرا لكل الناس اللي موجودة معانا. يعني الحمد لله احنا معانا عدد كويس. يهمني أعرف حضراتكم منين، يعني ممكن لو مثلا تشاركونا في الشات مثلا، من مصر، من اليمن، من تونس. يعني حابة أعرف الشباب اللي مشاركين معانا المرة دي منين. ما شاء الله، تونس ابتدت تدخل بقوة يعني. أهلا وسهلا. من فلسطين برضو، فلسطين في عدد كبير قوي كانوا معانا المرة اللي فاتت وابتدوا بعتوا لنا بالفعل مقترحات. مصر، فلسطين، اليمن. هو أكتر 3 بلاد لحد دلوقتي كانوا مصر، بعدين اليمن، بعدين فلسطين. فنشوف مين هيدخل معاهم بقى في المنافسة. ما شاء الله، ما شاء الله. يعني حاجة جميلة والله، حاجة مفرحة وبتعكس اهتمام الشباب بتوع العرب كلهم بمجال الصحة وبمجال التوعية الصحية يعني. نصفه. أعرفكم بنفسي. هو دكتور وائل اللي يعني عرفني، مشكور يعني، تشكر يا دكتور. أنا بس بكون يعني منسق مشروع سفراء الصحة العرب، واللي هو المشروع اللي احنا شغالين عليه في الوقت الحالي. و... وإن شاء الله هكون معاكم طوال فترة البرنامج، سواء في المحاضرات أو في استقبال المقترحات أو حتى إن شاء الله لحد ختام الحفلة الختامية بإذن الله. برنامج سفراء الصحة العرب هو مشروع بتقوم به مؤسسة صحة مصر بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة الطبخ، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية أو المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية. مؤسسة صحة مصر هي مؤسسة بتعمل في مجال التوعية الصحية، خاصة مجال مكافحة التبغ والوقاية من الأمراض الغير معدية. الحقيقة المؤسسة بتشتغل من 2016 وليها خبرة طويلة. يعني يعني خبرة مكثفة من 2016، أكتر من 25 مشروع، سواء مشروع على المستوى المحلي أو الإقليمي حتى الدولي. اتعاوننا مع ناس كتير جدا جوه مصر وبره مصر. تقريبا في مصر يعني معظم المؤسسات اللي بتهتم بمكافحة التبغ أكيد اشتغلنا معاها. المؤسسات اللي بتهتم بالصحة العامة، كيانات. يعني في شغل كتير جدا اتعمل الحمد لله. هدفنا الأساسي دايما بيكون هو تدريب الكوادر الطبية وتمكين وتنمية الشباب بشكل عام. يعني مش شرط الكوادر الطبية، كل الشباب بيهمنا ان احنا ندربهم ونطورهم ونمكنهم. يعني في مشاريع تانية بتهدف للتمكين، خاصة في مجال الطب أو مجال التوعية الصحية. المشروع ده احنا شغالين بالتعاون مع الاتحاد العربي لمكافحة التبغ. والاتحاد العربي لمكافحة التبغ هو اتحاد بيضم أكتر من 10 منظمات من مختلف الدول العربية، كلها بتهتم بمجال مكافحة التبغ، سواء في مصر، سواء في السودان، في تونس، في المغرب، في فلسطين، في الأردن، في الكويت، في العراق، في موريتانيا. ومعانا الحمد لله يعني جمعيات تعتبر بايونير في المجال ده. الاتحاد العربي لمكافحة التبغ هو برضو تأسس من تقريبا من سنتين، وبرضو ليه نشاط مكثف. سواء بقى برضو يعني في مجال مكافحة التبغ بيبقى لينا مؤتمر سنوي دايما بيكون في نوفمبر، احتفالا يعني بالتأسيس يعني بتاع الاتحاد. وإن شاء الله المؤتمر السنوي بتاعنا السنة دي هيكون برضو في آخر نوفمبر، وهيكون بيصاحبه الحفل الختامي بتاع برنامج سفراء الصحة.
وهيكون في ورشة كاملة لحضراتكم، للشباب اللي هم هيتم اختيارهم كسفراء للصحة، هيشاركوا بالبرودكت بتاعهم والمقترح بتاعهم اللي حضراتكم إن شاء الله هتشتغلوا عليه. فكرة البرنامج بتاع سفراء الصحة هو برنامج المفروض إن هو متكامل، بيسعى لتوفير وإيجاد أنشطة متنوعة ومتعددة لتثقيف وتمكين الشباب، وخلق قنوات تواصل مستمرة معاهم. وده الحمد لله متحقق، يعني احنا بنتواصل دايما معاكم، سواء زي كده مثلا في اللقاءات اللي زي كده، في اللقاءات العلمية، على جروبات الواتساب، بتوصلونا على الإيميل. ودي بتبقى حاجة مهمة، لأن الشباب هم الأساس، يعني هم الأساس بتاع تنمية أي مجتمع، وهو اللي بيرتكز عليهم أي نشاط خاص ببكرة. فمشروع سفراء الصحة بيركز على موضوع الشباب، تنمية قدرات الشباب عشان يقودوا المجتمعات بتاعتهم في مختلف الجوانب الصحية، خاصة في مجال مكافحة التبغ بشكل خاص، ومكافحة الأمراض الغير معدية بشكل عام. الهدف الأساسي بتاع المشروع إن إحنا آه، مستهدفين 1000 شاب وبنت، سواء يعني يعني من كل البلاد، من مصر، من فلسطين، من البلاد اللي هي في الإقليم اللي احنا اتكلمنا عنها، علشان نقدر نوسع التأثير بتاع الشغل بتاعنا. احنا سفراء الصحة دوت مش برنامج جديد، احنا بالفعل اتعمل قبل كده في مصر ولقى نجاح، وكان عندنا 5 سفراء بالفعل تم اختيارهم، والخمس سفراء دول كان فعلا ليهم تأثير في المجتمع بتاعهم، وكانوا كل واحد فيهم كان نواة لبداية مشروعات تانية. يعني وبالفعل هم يعني كانوا قدروا عملوا تأثير كويس. وده اللي شجعنا ان احنا نروح مع منظمة الصحة العالمية ونتكلم معاهم ونقترح عليهم فكرة المشروع. وطبعا لقى يعني اعجاب مقبل التقييم في المنظمة. وعايزه اقول لحضراتكم هي كل خطوات البرنامج هي معتمده، يعني حتى دليل التدريب اللي حضراتكم هتحصلوا عليه دلوقتي هو معتمد من منظمه الصحه، وهم بيتابعوا معانا كل خطوات البرنامج. على فكرة السلايد تمام. ثابتة يا دكتورة سلمى. اه تمام، اوكي ماشي. انا لسه هتكلم بس بداية كده introduction، يعرفوا ايه هو البرنامج وايه هي مؤسسة صحة مصر وايه هو الاتحاد العربي لمكافحة التبغ. لان ان شاء الله انتوا هتبقوا جزء معانا، جزء لا يتجزأ من الكوميونتي بتاعنا، ومكملين مع بعض ان شاء الله. زي ما قلت لكم، برنامج سفراء الصحة هو تجربة فريدة وجديدة في الإقليم العربي كله، للشباب والبنات اللي هم الداعمين للمجتمع، وهو أساسه مصمم للدعم وتحسين صحة ورفاهية مجتمعاتنا العربية كمبادرة توعوية. ان شاء الله السفراء هي دي مش هتبقى اول ولا اخر حاجه، دي جاست البدايه. المفروض السفراء هيبقى لهم بعد كده فرص تدريبيه قويه في كل المجالات. وزي ما قلت لكم، رساله البرنامج هي بناء ثقافه الصحه بين الشباب والبنات في المجتمعات بتاعتهم، وان هم يكونوا نأهلهم ان هم يكونوا سبب في نشر هذه الثقافه. ايه هو دور سفراء الصحه؟ سفراء الصحه هم المؤثرون، وهم اللي ممكن يلعبوا دور رئيسي في توجيه ومساعدة ودعم كل المحيطين بيهم عن طريق إمدادهم بالمعلومات الصحية السليمة، وتصحيح التصرفات الخاطئة اللي ممكن تكون بتحصل في المجتمعات بتاعتنا. يعني احنا كتير بنلاقي حاجات بتحصل، سواء عادات سيئة في الأكل، عادات سيئة في التدخين، عادات سيئة في السهر، والناس بيبقى ده كأنه ده شيء عادي. لا، احنا دورنا، او حد يكون مثلا بيتصرف تصرف خاطئ مثلا، لا احنا دورنا ان احنا على الاقل لو لقينا حد بيعمل حاجه غلط او بيقول معلومه غلط، هنقول له المعلومه الصحيه السليمه. ودي هدف البرنامج زي ما قلت لكم، هو دعم وتطوير البيئات الوقائيه وتمكين الشباب من اتخاذ خيارات مستنيره بشأن صحتهم، واساسه هو تأهيل 1000 شاب وبنت ليكونوا قدوه للشباب الآخرين، قادة للتغيير الصحي في مجتمعاتهم، يدافعوا عن أسلوب الحياة الصحي. ولما بتكونوا بتدافعوا عن اسلوب الحياة الصحي، انتوا ساعتها بتكونوا سفراء للصحة. ايه هي معايير الاختيار؟ اكيد حضراتكم كلكم عارفين ان احنا مش طالبين اي شروط، احنا بس اي حد ممكن يشارك ما بين 18 ل 35 سنة. المهم بس ان حد يكون عنده رؤية وعنده شغف، حاسس انه ليه دور في المجتمع بتاعه، زي ما كان دكتور وائل بيتكلم، ان هو مش مجرد حد كده وخلاص، لا، حد قادر ان هو يغير، وعنده روح المبادرة إن هو يتعلم، وإن هو يتطوع، ويكون عنده فكرة العطاء.
آه، زي ما عرفنا كده ان شاء الله بعد ما هنخلص الدليل التدريبي ده، وبعد ما هتشوفوا كل المواد التوعوية اللي على الجوجل درايف، المفروض ان احنا بنرسل فكرة نشاط او فكرة مشروع. المشروع ده ممكن بيتكلم على اي حاجة ليها علاقة بالمواضيع اللي احنا هنتكلم عنها يعني. في مقترح مشروع ان شاء الله برضه هقول لكم تفاصيل المقترح بتبقى عاملة ازاي. ايه هي مميزات المشاركين في البرنامج؟ اول حاجة ان انت بتكون سفير لبلدك، للصحة في بلدك. بتترشح ان انت تكون سفير للصحة في اليمن او في فلسطين او في مصر، من البلد اللي انت فيها. طبعا انت مجرد ما بتخلص المحاضرة الأساسية وبتعدي بالتقييم البعدي او الاختبار البعدي، بتحصل على شهادة الالتحاق بالبرنامج. في خطوات بعد كده دي بتساعدك ان انت تكون سفير للصحة. ممكن يعني ان شاء الله كل واحد بعد كده هنحط ارقام للتواصل، او احنا كنا حاطينها على الجروب وهنرجع نحطها تاني، عن مسؤولين البرنامج في البلاد المختلفة. هم اكيد بعد كده هيدعموكم وهياخدوا بايديكم، وان انتوا يكون لكم ادوار اكبر واكبر في المشاريع اللي بتخدم الشباب. وان شاء الله هيكون لينا برضو حلقة نقاشية كبيرة هننظمها لكم برضو في الآخر إن شاء الله قبل نهاية المشروع، مع الخبراء ومع المسؤولين من كل البلاد ديت، علشان نتبادل برضو الخبرات ونتبادل لو انتوا في أسئلة مثلا حابين تسألوها، وعلشان برضو هتكون إضافة أكيد ليكم. وطبعا يعني أي زي ما أي حد بيشارك في برنامج تطوعي، أكيد دي بتبقى فرصة مين هو يحسن مهاراته، مهارات التواصل، مهارات العرض، فكرة كتابة المشاريع، آه، فرصة المشاركة في المجتمع. طبعا ممكن بعد كده يبقى فيه ترشح لمؤتمرات وتدريبات وسفر وحاجات تانية كتير. نتكلم بقى على نمط الحياة الصحي، واللي هو أساس للحياة الصحية، هو أساس لكل حاجة. نمط الحياة الصحي بيكون يعني عبارة عن مجموعة من الممارسات أو العادات اللي بتهدف لتحسين مستوى صحة الأفراد، وكمان الوقاية من الأمراض. يعني فكرة نمط الحياة الصحي بيهدف بشكل عام للارتقاء بمستوى الحياة، مش مجرد إن الواحد يكون عايش، ولكن عايش بشكل جيد، الكواليتي اوف لايف. ميبقاش الواحد عايش وهو عنده سكر أو عنده ضغط، أو مش قادر يتنفس، أو لا قدر الله عنده مرض مزمن. لا، احنا نمط الحياة الصحي ده زي ما قلت لكم بيساعدنا ان احنا نقي نفسنا من الإصابة من هذه الأمراض، أو لو حتى عنده بالفعل مرض، بيساعد ان هو يقلل من هذه المضاعفات. في ناس كتير بتفكر ان نمط الحياة الصحي هو الأكل الصحي، ممارسة الرياضة بس، مثلا مثلا تلتزم بالدواء بتاعه وكده. لا، نمط الصحي هو زي ما قلت لكم مجموعة من العادات الصحية: الأكل الصحي، ممارسة الرياضة، سلامة العقل والصحة النفسية. وطبعا هو الواحد يكون حاجات كتير هقولها لكم إن شاء الله. ومن هنا نعرف إن الحياة الصحية لا تنشأ إلا بحدوث التوازن ما بين الصحة الجسدية والصحة النفسية. مش بقول إن أنا مجرد إن الناس فاكرة مثلا إن أنا لأ، ده أنا هخس أنا كده بقيت تمام، هيلثي بقيت تمام. مش مجرد خسارة الوزن أو إن أنا أخد الوزن الصحي، وده فعلا واحد من أنماط الحياة الصحية، ولكن الموضوع بيشمل خطوات كتيرة، منها تناول الأكل الصحي، ممارسة النشاط البدني، الإقلاع عن التدخين، الامتناع عن الكحوليات، إن أنا أنام كويس، إن أنا أتجنب مسببات القلق. لأن زي ما احنا عارفين إن نمط الحياة الغير صحي ده بيكون مكلف جدا، سواء على مستوى الفرد أو سواء على مستوى الأسرة أو سواء على مستوى الدولة. يعني لو جينا نشوف التقارير اللي بتصدرها البلاد عن الأمراض المزمنة وتكاليف الأمراض المزمنة، هتبقى يعني هنصعق. يعني مثلا في 2019 آه، يعني في دول مجلس التعاون المحلي في تقرير المفروض ان هم عن بس التكاليف الصحية ل7 أمراض مزمنة. التقرير ده بيقول لك ان التكاليف دي وصلت ل 16.7 مليار دولار. ده التكاليف المباشرة. في تكاليف تانية غير مباشرة ناتجة عن خسائر بقى إنتاجية العمال بحوالي 80 مليار دولار. فده على مستوى الدول بتبقى حاجة مهمة جدا. مستوى أسرة
اي حد فينا عارف لو في اسره فيها لا قدر الله مريض كانسر أو مريض قلب او عنده سكر، قد ايه بيبقى فيه جزء كبير متوجه للعلاج وللمستشفيات وللقصص دي كلها. وطبعا ده يعني بيخلينا نشوف ان احنا بنقابل مشكله حقيقيه، مشكله حقيقيه، خصوصا ان الكلام ده زي ما قلت لكم ما بيجيش بين يوم وليله، بيجي عن العادات السيئه اللي احنا بقينا نعملها طول الوقت من غير ما نحس. تمام. طبعا انا هكلمكم عن الكلام ده عن التفصيل. ده يخليني اقول لكم عن الامراض الغير معديه او الامراض الغير ساريه او الامراض المزمنه. ودي امراض لا تنتشر عن طريق العدوى، ولكن تنتشر عن طريق السلوكيات الغير صحيه او التراكمات بتاعه العادات السيئه اللي احنا كنا لسه بنتكلم عنها، وهي السبب الرئيسي للوفاه في جميع انحاء العالم، وتشكل تهديد كبير للصحه والتنميه، خاصة في البلاد المنخفضة ومتوسطة الدخل. بيقول لك نسبة الوفيات اللي ناتجة عن هذه الأمراض أكتر من 70%. وفي الدول اللي هي المنخفضة بيكون أكتر من 80%. يعني في مصر مثلا أكتر من 84% من الوفيات جاية من هذه الأمراض. الأمراض دي بتبقى لستة أمراض كبيرة، زي ما قلت لكم هي أي مرض لا ينتشر عن طريق العدوى، زي السكر زي السرطان زي أمراض القلب بقى والضغط والسكتة الدماغية والكلام ده كله، وأمراض الجهاز التنفسي. طبعا في أمراض تانية، بس احنا هنا بنركز على دول وعلى الريسك فاكتورز بتاعتهم أو مسبباتهم. المسببات بتاعتهم هي على رأسهم التدخين، قلة النشاط البدني، الأكل الغير صحي، وطبعا التلوث البيئي واستهلاك الكحوليات. طيب يبقى احنا عشان نحمي نفسنا بشكل كده يعني تلقائي، يبقى احنا هنعمل ايه؟ هنتغذى بشكل كويس، طبعا هنمنع التدخين، المفروض هنمارس رياضة، وهنبتعد عن التوتر والقلق، وطبعا موضوع الكحوليات ده. فنيجي نتكلم عن التغذية السليمة، التغذية الصحية السليمة، وهي زي ما احنا قلنا هي حاجة أساسية جدا وضرورية عشان نعيش. يعني أي حد بياكل عشان يعيش، ومش بس كده، مش عشان خاطر هي حاجة ضرورية عشان الإنسان ينمو يستمر في حياته، لا، وكمان عشان يحافظ على صحته. فالأكل هو بمثابة الوقود الذي يحركنا، هو البنزين، زي ما العربية بتحتاج بنزين احنا بنحتاج أكل. ف... فلازم نكون منتبهين لطبيعة الغذاء اللي احنا بناكله. الغذاء ده هو اللي بيدينا الطاقة الضرورية لكل الحركات اللي الجسم بيقوم بيها، العناصر اللي بتدخل في بنائه وإصلاحه ونظام عمل الأعضاء والأجهزة، وكل ده مش بس لبناء الجسم، زي ما قلت لكم، كمان بنقي نفسنا من العديد من الأمراض، وتساعد على الجسم إن هو شفائه من أمراض تانية. تمام. سوء التغذية هو بيكون دايما مصطلح بنستخدمه لما نيجي نعبر على إن الجسم ما بياخدش كفايته، سواء بقى بياخد زيادة عن احتياجاته أو أقل من احتياجاته. هو في وضع لا يحصل فيه الجسم على كل المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها أو على جزء منها. دايما سوء التغذية بيكون مرتبط يا إما بنقص في الطعام أو بفهم خاطئ للحاجات الغذائية. أنا باكل، بس أنا باكل حاجات ما بتوفرليش الحاجة اللي أنا محتاجها، ما بتوفرليش النيوترينز اللي جسمي محتاجها. حل المشكلة دي بيكون إزاي؟ من خلال الاهتمام بتوفير كميات كافية ومن العناصر الغذائية المتكاملة والتوعية الصحية السليمة. طيب ايه هي اعراض سوء التغذية؟ انا اعرف منين ان انا عندي سوء تغذية؟ او مثلا لو عندي طفل اعرف منين ان الطفل ده عنده سوء تغذية؟ ليها اعراض كتيرة جدا، اهمها فقدان الشهية، عدم الرغبة في تناول الطعام، التعب والشعور بعدم الراحة. بتلاقي ان هو عند اقل مجهود في تعب، في فتيج كده، في شعور بعدم الراحة، صعوبة في التركيز، الاكتئاب والقلق. ده بيكون برضو سبب من عرض من أعراض سوء التغذية. الهزال سواء في العضلات أو اللي في الجسم، صعوبة التئام الجروح، كثرة التعرض للأمراض. بتلاقي الطفل من دول كل شوية يجيله برد، كل شوية يعيا، مناعته ضعيفة، على طول عند الدكتور. كل ده بيدل إن هو الجسم، لا، الولد ده جسمه بيفتقد لعناصر غذائية، بيفتقد لفيتامينات مهمة. وده بيجي منين؟ إن هو بياكل أكل أي كلام يعني.
كذلك في الأطفال الموضوع بيبقى برضو بيعمل لهم بطء في النمو، فقدان في الوزن، تعب، فقدان في الطاقة، صعوبة في التعلم. الحقيقة إن التغذية بتبقى مهمة جدا جدا، و- وأمهات كتير مش منتبهة إن دي مثلا، أو الأعراض اللي بتبقى عند ابنها دي ليها علاقة بأكله الغير صحي. ومن هنا طبعا أعرف منين إن أنا أكلي ده صحي ولا غير صحي، يعني إيه أكلي متوازن أو غير متوازن. ده بيخليني ابتدي يبقى عندي على الاقل فكره عامه عن المجموعات الغذائيه. المجموعات الغذائيه دي يعني انا اكلي لازم يكون بنوعه، مش باخده من عناصر معينه بس وخلاص. انا باكل كل يوم مثلا فول وخلاص، ما باكلش حاجه تانية. لا، لازم اكلي هيكون في المجموعات المختلفه. المجموعات المختلفه دي بتكون آه، يعني بنشرحها في هيئه هرم غذائي، او في الهرم. طبعا اتطور وبقى ليه اشكال تانية منها الماي بليت ده، ولكن هو بشكل عام المجموعات الغذائية بتبقى ستة: مجموعة الخبز والحبوب والأرز والمكرونة، مجموعة الفواكه، مجموعة الخضروات، مجموعة الألبان والزبادي، مجموعة اللحوم والطيور والأسماك، ومجموعة الدهون. طبعا قاعدة الهرم أو اللي هو الجزء البني ده بيبقى يعني اللي هو المفروض إن أنا بيبقى أكبر قدر باخده منه. تليها بقى موضوع الخضروات والفواكه، واقل حاجه هي بتبقى الدهون. المفروض ان انا الطبق بتاعي يعني ببقى حريصه ان انا نص الطبق، طبعا ده يرمز لنص الاكل الغذاء بتاعي، على الاقل يكون فيه خضار وفاكهه كتير، سواء بقى ما بين الفاكهه اللي هي المطبوخه او الفاكهه الفريش، قصدي الخضار المطبوخ او الفريش. هل انتوا سامعيني كده؟ اه، سامعينك سامعين، انا سامع. تمام. حضرتك ممكن يا دكتور بس تشير بتاع البرزنتيشن؟ من عندي، طيب حاضر. ثانية واحدة. انا طيب كنت بكلمكم على الهرم الغذائي، وان القاعده الواسعه للهرم بتبقى جزء كبير منها من السعرات الحراريه المطلوبه. وطبعا انا يهمني ان انا اختارها بتبقى من الحبوب الكامله. كل ما هيكون آه، يعني مثلا لما اتكلم على الحبوب او العيش، كل ما يكون لونها غامق كل ما هيكون افضل. ليه؟ ده كده بيبقى محتواها من الالياف بيكون اعلى، محتواها من السعرات الحراريه بيكون اقل، بتديني غذاء اكتر وبتديني احساس بالشبع اكتر واكتر. كذلك الخضروات والفواكه زي ما قلت لكم هي بتمثل نص الطبق. ومفروض ان انا كل ما بكون باكل خضار وفاكهه، وكل ما بنوع في الخضروات والفواكه اللي انا باخدها، كل ما بيكون افضل. الفواكه والخضروات بتبقى مرتبطه بشكل كبير بالوقايه من امراض القلب والسكر والسرطانات والكلام ده كله. ليه؟ لانها بتبقى فيها محتوى كويس من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، من الألياف. بتديني إحساس بالشبع، بتخليني يعني لما باخد مثلا ابتدي الغداء بتاعي مثلا بطبق السلطة، ده بيخلي استهلاكي للنشويات والحاجات اللي بعدها هيكون أقل، لأني بالفعل خدت جزء كبير من معدتي مليته بالخضار والفاكهة. بعد كده نخش على البروتين. البروتين زي ما احنا عارفين البروتين يا اما بيبقى في اللحوم او الفراخ والاسماك. يهمني ان انا دايما سواء بقى يعني بروتين حيواني او بروتين نباتي. البروتين الحيواني زي ما قلت لكم لحم، فراخ، سمك، بيض. والبروتين النباتي موجود في البقوليات والمكسرات. البقوليات بقى بانواعها، سواء بقى الفول، الحمص، البسله، اللوبيا، الفاصوليا. يهمني ان انا انوع ما بين البروتين النباتي والبروتين الحيواني. آه، وحتى مثلا في البروتين الحيواني برضو انوع. لازم انوع ما بين اللحمه والفراخ والسمك. بركز على الاسماك لانها بيكون فيها مواد غذائيه، يعني بالنسبه مثلا للناس اللي هم مرضى القلب والكلام ده كله او اصحاب الامراض المزمنه، بيبقى فيها اوميجا 3، بيبقى فيها بتكون اخف، بيكون السعرات الحراريه بتاعتها اقل. وناس كتير بتنساها، يعني ناس كتير بتنسى ان احنا لازم يبقى فيه في النظام الغذائي بتاعنا سمك. فدي بتبقى حاجة مهمة. البروتين النباتي بيكون برضو يعني اختيار كويس جدا. بيبقى يعني محتواه من الكوليسترول بيكون قليل، من الدهون برضو سعراته الحرارية بتكون قليلة.
وبيكون طبعا برضو بيحتوي برضو على كمية من المغذيات بشكل كويس. ندخل على الألبان. مهم ان انا طبعا يكون في نظامي الغذائي يكون فيه ألبان، وبان انا اهتم ان انا اخد الانواع قليله الدسم او الخاليه من الدهون. كل ما بيكون ده كل ما بيكون افضل. مهم ان انا طبعا احنا عارفين ان الالبان بتدينا يعني بيبقى فيها طبعا يعني محتوى كويس من الكالسيوم، من البروتين، من المغذيات، من الفيتامينات. فمهم ان انا ابقى بهتم بالكلام ده كله. احنا ممكن نشفت يا دكتور السلايد. نشفت كذا كتير، انا لسه انا خلصت كل ده بعدين. تمام. احنا كنا بنتكلم عن الهرم الغذائي. لا بقى معلش نرجع. تمام. كنت بكلمكم على الهرم الغذائي وكلمتكم على الخضروات والفواكه والحبوب والألبان والدهون. الدهون يهمني ان انا اختار الدهون الصحية. في طبعا احنا عارفين عندنا دهون مشبعة ودهون غير مشبعة. فيهمني ان انا بركز على الدهون الصحية وابعد عن الحاجات المصنعة اللي بتعمل زيادة المهدرجات، سبب رئيسي لإصابة الإنسان بأمراض الذبحة وتصلب الشرايين والكلام ده كله. الدهون الصحية بختارها من ايه؟ بختارها من الزيوت الطبيعية زي زيت الزيتون، زيت بذر الكتان، زيت الكانولا. موجودة برضو في بعض الخضروات والفواكه زي الأفوكادو، موجودة في المكسرات. يهمني ان انا اكلي لازم يكون محتوي على نسبة من الدهون الصحية، وان انا اكون واعي وانا بختار الانواع ديت. وطبعا كل ما ببعد عن الحاجات المصنعة كل ما ده ما بيكون أفضل في كل اللي احنا اتكلمنا عنه، سواء بقى في السمنة، سواء في في الألبان، اللحوم المصنعة، الأكلات السريعة، المقليات. الأكل المصنع بيكون بيحتوي على ألوان، بيحتوي على صبغات، بيحتوي على نسب عالية من الدهون والسكريات والأملاح كمان. يعني دايما الصلصة الجاهزة هتلاقي فيها ملح هيدن كده احنا مش عاملين حسابه. كذلك الصوص بقى اللي هو زي الكاتشب والمايونيز والحاجات دي كلها بتبقى فيها يعني مشاكل كتير. كل ما نبعد عنه كل ما هيكون افضل. طبعا يعني مش عايزه اتطرق بقى للاكلات السريعه، احنا عارفين كلنا انها قد ايه هي ضاره، خاصه موضوع الفاست فود بقى والمقليات والكلام ده كله. المشروبات الغازيه احنا كلنا عارفين مشاكلها ايه. الكافيين اللي بشكل مفرط، مشروبات الطاقة. كتير من الشباب مش منتبهين ان مشروب الطاقة بيحتوي على نسب عالية جدا من الكافيين ونسب عالية جدا من السكر، وبيحتوي على أحماض أمينية مش مناسبة. يعني حتى أنا بشوف أطفال دلوقتي بيستهلكوها، ودي بتبقى حاجة خطر جدا على صحتهم. وللأسف الدعاية دايما بتوجه الأطفال والشباب إن هم بيبقى يعني بيبقى عبء كبير جدا على الأجهزة والأعضاء الداخلية بتاعتهم. وناس كتير مش منتبهة للموضوع ده. فده برضو أحد أدوارنا كسفراء للصحة، إن إحنا ننبه لما نلاقي طفل على طول في في النظام بتاعه بقى على طول بيشتري مثلا الكولا، على طول بيشتري مشروب الطاقة. مشروب الطاقة غير مناسب للأطفال. ف... فلازم ده دورنا ان احنا برضو ننبه على حاجة زي كده. الاستهلاك الكبير للمعجنات بقى والشيبسي والبسكويت والأطعمة الجاهزة زي الشوربة الجاهزة اللي كلنا عارفين انها بقت أساسي في كل البيوت، والمكرونة دلوقتي الجاهزة والكلام ده كله. لا ده بيودي الكوارث على فكرة، بيودي الكوارث اللي احنا كنا بنتكلم عليها في أول المحاضرة. ان هو لا قدر الله هتلاقي بقى في البيت في مريض فعلا سمنة ومريض سكر، وحد لا قدر الله جاله كانسر. كل ده بسبب الكلام اللي احنا ممكن نتخيل ان هو بسيط ولكنه فعلا مش بسيط. ارجع اقول لكم فوائد الاكل الصحي. مهم جدا، مش مجرد تحسين الصحة العامة للجسم والعقل ولا تعزيز الوزن الصحي. لا ده كل حاجة كل حاجة. الأكل الصحي هتلاقي الهضم نفسه والتمثيل الغذائي كده في أحسن حالاته، هتلاقي الحالة النفسية كويسة، هتلاقي جودة النوم كويس. كل ده بيبقى مرتبط بالغذاء المتوازن. تمام يا دكتور. ممكن نشفت يا دكتور السلايد. تمام. ارجع اقول لكم تاني القواعد الاساسيه للتغذيه الصحيه السليمه. ان احنا ناكل اكل متوازن، واحنا عرفنا الاكل المتوازن هو عباره عن ايه. ان انا
اكلي هيكون فيه كل العناصر الغذائيه، الكميات بتاعتي بتكون متناسبه مع احتياجات جسمي. كل جسم ليه سعرات حراريه هو محتاجها. المفروض ان انا بوزع السعرات دي على المواد الغذائيه وبوزعها على مدار اليوم. ما ينفعش ان انا ابقى مثلا طول اليوم ما فيش اكل، اجي في وقت معين اكل كل الاكل بتاعي وبقول انا كده باخد احتياجاتي. لا، بوزعها، بنوع، بحاول ان انا اكتر من الالياف، اقلل من الشحوم، اقلل من السكر والملح، ابتعد بقى طبعا عن الكحوليات والتدخين والكلام ده كله. عدم الافراط في الطعام. آه، المفروض بقى يعني بالنسبه بقى لحفظ الطعام وطهيه بشكل جيد، دي حاجه اساسيه. ممارسه الرياضه لحصول التوازن. شفت يا دكتور؟ هل تعتقد ان السمنه مرض؟ آه، يعني ايه؟ في حد بيجاوب؟ تمام. حد بيسألني هنا، المكرونة الجاهزة يقصد بها المكرونة الشائعة ولا نغليها؟ اللي هي بتبقى جاهزة، اللي هي بتتجاب كده، وبيتحط عليها الصوص جاهز، وبتحط مية مغلية عليها صوص جاهز. الفكرة الصوص ده، فكرة أو البودرة اللي بتتحط عليها، بيبقى فيها يعني كمية أملاح طبعا، وكمية سكريات وحاجات وحاجات مصنعة مش كويسة يعني. نرجع لموضوع السمنة. السمنة هي مش مجرد مشكلة تتعلق بالمظهر الجمالي، بل إنها مشكلة طبية. يعني مجرد إن حد سمين، طبعا السمنة اللي هي هقول لكم امتى بنقول على حد عنده سمنة أو لأ، فهو عنده مشكلة. فهي مجرد السمنة لوحدها كده هي مشكلة، وهي طبعا سبب أساسي من أسباب الإصابة بأمراض كتير جدا. هي أنت عندك سمنة، أنت كده ماشي في اتجاه السكر، في اتجاه مقاومة الأنسولين، اتجاه السكر. خلاص انت في سكر وسمنة، انت كده عرضا يجي لك تصلب شرايين، عرضا يجي لك امراض كذا كذا كذا. فهي يعني هي مشكلة كبيرة. امراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى الكوليسترول كلها مرتبطة بالسمنة. امراض الكبد وانقطاع النفس النومي وبعض انواع السرطان كلها مرتبطة بالسمنة. ولكن ما يدعو إلى التفاؤل أن مجرد إنقاص قدر بسيط من الوزن بإمكانه أن يحسن المشكلات الصحية المرتبطة بالسمنة أو يقي منها. طبعا احنا الكلام ده بنوصله ازاي؟ بان احنا بنتبع نظام غذائي صحي، وزيادة مستوى النشاط البدني، وإدخال بعض التغيرات السلوكية. بعد إذنك يا دكتور شيف. طيب، إيه هي أسباب السمنة؟ أه... تحب إن أنتوا تشاركوني كده على على الشات؟ هي السلايد واضحة يعني. أسباب السمنة معروفة. هي الإفراط في الطعام، او اللي هو ان أنا الواحد ياخد اكتر من احتياجاته، اكتر من من السعرات الحراريه اللي الجسم محتاجها، فالجسم خلاص بيستهلك اللي هو محتاجه، والباقي يبتدي تلقائي يتخزن فين؟ يتخزن بقى في الاديبوز تيشو بقى وخلايا دهنيه، ويبتدي يتراكم في المنطقه اللي هي اللي حوالين البطن، ويعمل لي المشاكل دي كلها. طيب في اسباب تانية، في اسباب كتيره. طبعا هو اهمها هو الافراط في الطعام. في اسباب تكون جينيه، في بعض الأدوية بتسبب السمنة، أو زي الكورتيزول مثلا. الاسترس على فكرة من أحد أسباب الإصابة بالسمنة. قلة النوم أو النوم الغير جيد برضو. وطبعا التغيرات الهرمونية قد تسبب السمنة. تبعياتها إيه بقى؟ ليها تبعيات كتيرة جدا: أمراض القلب، أمراض السكر، أمراض الكلى، الكبد الدهني، بعض أنواع السرطانات، وارتفاع ضغط الدم. شفت؟ طيب أنا بقدر أعرف يعني إذا كان في سمنة أو لأ منين؟ بعرفه زي ما كان مين مشاركنا على الشات. نور كانت مشاركانا بتقول لك ان ارتفاع البي ام اي. برافو عليك يا نور. وفعلا البي ام اي او البادي ماس اندكس او مؤشر كتلة الجسم هو المقياس اللي احنا بنستخدمه علشان نشخص السمنة، علشان نعرف اذا كان في سمنة او لا. بحسبه ازاي؟ بحسب الوزن بالكيلو جرام على مربع الطول بالمتر. زي ما احنا شايفين كده، بي ام اي بيساوي الويت ان كيلو جرام على ايه؟ على الطول او مربع الطول بالمتر.
طيب لو النورمال بيكون من كام؟ من 18 ونص ل 24.9. ده بيبقى وزن صحي، او بيبقى نورمال رينج. اقل من كده، يعني اقل من 18 ونص، ده بيكون نحافة. واكتر من كده ليها درجات، يعني اكتر من 25، من 25 ل 29.9، ده بتكون زيادة وزن. فوق ال 30 هي ليها تقسيمات تانية، جريد 1 وجريد 2 وموربيد اوبيسيتي. بس احنا اللي احنا نعرفه ان فوق ال 30 هو دخل كده في مرحلة السمنة. بيبقى فيه سمنة اللي هي فوق ال 40، دي بتبقى موربيد اوبيسيتي، بتبقى سمنة مميتة، ودي لازم يبقى لها حل، علشان دي مما لا شك فيه هي واخداه تجاه الامراض اللي احنا كنا بنتكلم عنها. شفت يا دكتور؟ تمام. هنا بنتكلم على ارشادات عامة. آه، هو كلام مهم على فكرة، عشان كده انا بكرره. ان احنا لا يمكننا الحصول على غذاء متوازن عند تناول وجبة واحدة، بل بتنويع الأطعمة. ما ينفعش ان انا اهمل وجبة الفطار. لازم اتناول مجموعة العناصر الغذائية وتكون متكاملة لإعطاء الطاقة اللازمة للجسم. المفروض ان انا باخد 3 وجبات رئيسية بالاضافة لوجبتين خفيفتين في النص او سناك. يفضل ان انا يعني اخد الاكل بمهل، يعني انا امضغ ببطء، استمتع بالطعام، ابقى واعي للطبق بتاعي هو فيه ايه. تناول 5 فواكه بشكل يومي، ده بيكون حاجة مفيدة جدا. زي ما قلت لكم، كلها المفروض ان احنا بنكتر من الخضار والفواكه، وننوع فيها وننوع في الوانها. وبرضه زي ما قلت لكم بننوع في اللحوم، واختيار القطع التي لا تحتوي على الدهون. ماشي. شفت يا دكتور؟ والسمك زي ما قلت لكم هو حاجة مهمة جدا. يفضل ان احنا ناكله مرة او مرتين في الاسبوع. وطبعا يعني مش مقلي، يعني كل ما يكون مشوي مثلا، او اللي هو سنجاري بقى، كل ما نبعد عن القلي كل ده ما بيكون افضل. بقلل من الدهون على قد ما بقدر. بقلل من المشروبات اللي هي المسكرة بقى، اللي هي العصاير والمثلجات والكلام ده، والمشروبات الغازية والكلام ده كله. بهتم بشرب المية. لازم كل واحد يبقى عارف مقدار المية المناسب ليه ازاي، يحسبه في ابلكيشن بيحسب لك. وتهتم بموضوع المية لأنه مرتبط بشكل كبير جدا بالصحة. تمام. شفت يا دكتور؟ كده أنا يعني بشكل عام اتكلمنا عن الغذاء المتوازن. طبعا يعني هو الغذاء المتوازن حاجة مهمة جدا. وطبعا إن شاء الله يعني المفروض إن هو موضوع ممكن نتكلم فيه باستفاضة أكتر من كده. ولكن أنا عايزة أكلمكم على بقية الريسك فاكتورز اللي احنا اتكلمنا عنها. كان أحدها هو الأكل الغير متوازن، قلة النشاط البدني. وده يخلينا نروح لأهمية الرياضة. الرياضة هي حاجة مهمة جدا، كلنا أكيد عارفين أهميتها. العقل السليم دايما بيكون في الجسم السليم. كل واحد فينا لازم بيكون بيمارس رياضة. حتى لو كانت الرياضة دي مش لازم ان انا اشترك في جيم، او ان انا اصعبها على الناس، او ان انا مش مشترك في جيم يبقى انا كده لا امارس رياضة. لا، كل واحد يمارس الرياضة بالشكل المناسب ليه. ولكن لازم تكون جوه الروتين بتاعنا. الرياضة ليها فوائد كتير جدا. فوائد مرتبطة بكل حاجة، بصحة العظام، بصحة العضلات، بصحة الدورة الدموية، بصحة البشرة. ليها مرتبطة طبعا بخسارة الوزن والوصول للوزن المثالي. مرتبطة بالوقاية من عدة أمراض. ناس كتير جدا كانوا مثلا دخلوا في مقاومة أنسولين مثلا، أو خلل هرموني معين، ومع الرياضة الكلام ده ابتدى يتحسن. آه، ليها ارتباط بسيط جدا بتحسين المزاج، وتقليل الإصابة بالاكتئاب والكلام ده كله. ال- الرياضة زي ما احنا عارفين لما بنيجي نمارسها، ممكن شفت يا دكتور، بيبقى الجسم بيفرز هرمونات معينة، اندورفين وحاجات معينة بتحسن المزاج بشكل كبير. وبتقلل الكورتيزول، وبتقلل الهرمونات اللي هي بتسبب القلق والتوتر. الرياضة ليها علاقة بجمال البشرة. ليها علاقة بصحة كل حاجة في الجسم، صحة الأعصاب، العضلات، العظام. وزي ما قلت لكم
ممكن الواحد يمارس رياضة حتى لو كان حد كبير في السن أو حد ركبته بتوجعه أو حد، لأن الكلام ده احنا كله دايما بنسمعه. لا يعني حتى لو هنتمشى، يعني أقل حاجة المشي، طلوع السلم ونزوله، إن الواحد يبقى ليه مثلا يعني نشاط بدني منتظم لمدة نص ساعة في اليوم، ده بيبقى حاجة ضرورية جدا جدا. شفت يا دكتور؟ تمام. والكلام ده كله احنا عرفناه ان قلة النشاط البدني ليها مرتبطة بشكل كبير بالإصابة بالأمراض المزمنة. وقد ثبت علميا أن ممارسة الرياضة بانتظام تعمل على تحسين حساسية الأنسولين وصحة القلب وتكوين الجسم، كما يمكنها أيضا خفض ضغط الدم ومستويات الكوليسترول. يعني حتى مريض القلب الدكتور بتاعه بينصحه إنه يعمل الرياضة المناسبة ليه، رياضة تكون خفيفة كده، ولكن بتبقى حاجة مهمة جدا جدا جدا. شفت يا دكتور؟ زي ما قلت لكم، هي برضو سبب لنضارة البشرة والمحافظة على صحة البشرة، لأنها بتجري الدورة الدموية. خلاص الدورة الدموية بتتحرك، يبقى الجسم هيتخلص من أي سموم موجودة فيه، يبقى الجسم هيستفيد من العناصر الغذائية، هيبقى أكيد هتخلينا شكلنا أفضل وصحة بشرتنا أفضل. ال- الكولاجين بقى يتفرز بشكل أحسن وما إلى ذلك يعني. اتفضل يا دكتور. شفت؟ احنا الكلام ده كله قلناه. بس هزود عليه ان هي برضو مرتبطة جدا بتحسين وتعزيز وظائف الدماغ. يعني اصحاب الامراض اللي هي زي الالزهايمر والكلام ده كله بينصحوهم برضو بممارسة الرياضة. تمام يا دكتور. كما قلنا الريسيرش تاني موضوع التدخين وقلة النشاط الرياضي، موضوع الاكل الغير متوازن، وكذلك الاسترس او القلق او الضغط النفسي، ده عامل مهم جدا سبب كل الامراض اللي احنا قلنا عليها. حاجة يستهان بيها. يا ترى الضغوط النفسية طب هنعمل فيها ايه؟ هو الضغوط النفسية هتختفي من الحياة؟ لا، هي مش هتختفي، ولكن احنا زي ما قايلين كده إدارة الضغوط. انا مجرد ان انا اكون واعي بتأثير التوتر النفسي عليا، زي ما قلت لكم هو ليه تأثير كبير جدا على صحة الإنسان، وليه آثار سلبية عميقة يعني، تأثر على الجسد وعلى على النفس على حد سواء، وليه أعراض كتيرة جدا. فانا زي ما قلت لكم، انا مش الضغط مش هيختفي، انا بس اكون واعي، انا عارف ان الحاجه دي ممكن تسبب لي كذا وكذا وكذا وكذا، واحاول ان انا اديرها او ان انا اتعامل معاها ازاي. شفت كده يا دكتور؟ مجرد بس طرق بسيطه وسريعه بحاول ان انا اتخلص بيها من الضغوط اللي هي اليوميه. بحاول ان انا اكتب كل حاجه بتسبب لي توتر وضغط، بحاول ان انا اكتب الحاجات الايجابيه اللي في حياتي او النعم او الاشياء اللي بتخليني احس بالامتنان. كل ده بيخليني افكر بطريقه ايجابيه اكتر، وبيخليني بتقلل من شعوري بالقلق وبالضغط. ممكن اقعد مع حد من صحابي، حد من مامتي، حد انا برتاح في الكلام معاه. كل ده برضو ممكن يساعد ان انا اقلل الضغوط النفسيه. موضوع ان انا برضو بقلل من الكافيين او اقلل من المشروبات الطاقه او الكلام ده كله، لان الحاجات دي بتزود الاحساس بالتوتر. كثره الكافيين بيزود قصدي الاحساس بالتوتر. تمام. وابتدي بقى استبدلها بقى بالاعشاب والشاي الاخضر والكلام ده كله بيكون احسن يعني. الحاجات اللي هي بتساعد على الاسترخاء، ينسون بقى، كمومين، شاي اخضر، كل ده بيهدي الدنيا شويه، وبيقلل من مستويات هرمونات التوتر يعني اللي في الجسم. شفت يا دكتور؟ موضوع التنفس العميق ده بيبقى حاجة مهمة جدا، ناس كتير مننا مش عارفينه أو مش متعودين عليه. اما اكون حاسس ان انا متوتر او قلقان، ابتدي اخد نفس عميق واعد مثلا، اخد نفس واعد لحد 5، واكتمه لمدة 5 واخرجه لمدة 5. اعمل كده مثلا 5 عدات، هلاقي نفسي بشكل تلقائي جسمي بقى اهدى. وموضوع التنفس ده حتى لو انا مش متوتر، يعني مهم ان الجسم يكون بتتنفس بالطريقة دي وتملى رئتك كلها بالاكسجين يعني اكتر من مرة في اليوم، هتلاقي ليه تأثير ايجابي كتير جدا. مهم ان انا زي ما قلت لكم ممارسة الرياضة، مهم ان انا انام كويس.
النوم بيفرق جدا جدا في الموضوع ده. ان انا اكل كويس، وان انا اقلل موضوع السجاير بقى والكحوليات والكلام ده كله. كل ده هيساعد ان شاء الله بشكل كبير ان انا اقلل من الضغط، وان انا اقلل بقى من الريسك فاكتورز دي كلها اللي احنا اتكلمنا عنهم، اللي هي زي ما قلنا التدخين، الضغوط النفسية، قلة النشاط البدني، الأكل الغير متوازن. كل ده إن شاء الله يعني خدنا فكرة بسيطة عنه كده، وعرفنا إن إحنا نتعامل مع الكلام ده إزاي. إن شاء الله دكتور وائل بقى هيكلمنا على أهم ريسك فاكتور وأهم عامل من عوامل الإصابة بالأمراض الغير معدية، وهو التدخين. فاتفضل يا دكتور. دكتور وائل. طبعا أنا بشكرك دكتورة سلمى، ربنا يكرمك على الجهد الجميل والكلام الجميل. أنت واخدة يعني كذا موضوع في موضوع الريسك فاكتورز، وكلها مهمة جدا لأنها حاجات حياتية. موضوع الرياضة والنشاط البدني، موضوع الضغوط، موضوع طبعا التغذية. محدش فينا يقدر يستغنى عن الأكل بالتأكيد، بس طبعا ناكل ايه وناكل ازاي وامتى. انتي ابتديتي إثارة الموضوع، لأن طبعا اللي احنا بنعمله النهاردة واللي احنا بنعمله في المحاضرات الأساسية دي فتح كلام، مجرد بس معلومات عامة بنعرفها وبنفهمها، علشان واحنا بنحضر مشروعاتنا وأفكارنا بنبقى عارفين هنقول ايه، هنتكلم مع مين، هنتكلم عن موضوعات ايه. وزي ما انت قلتي يا دكتورة، موضوع التدخين شيء أساسي. ويمكن حتى في من الموضوع بتاعي اللي أنا هتناوله دلوقتي على طول في الساعة إلا ربع اللي جايين دولت، هيبقى عن التدخين بالتأكيد. وكمان هنعرف إزاي ندي نصيحة موجزة، أو خلينا نقول إزاي نساعد حد ونتكلم مع حد وناخده من مرحلة ان هو مش فارق معاه التغيير الى ان هو يفرق معاه التغيير. والشخص اللي هو فارق معاه التغيير وبيفكر نساعده ان هو ينفذ، دي اسمها الموتيفيشنال انترفيوينج او اللقاء التحفيزي. وده لكل الامراض ولكل المشاكل ولكل الحاجات اللي ليها علاقه بنمط الحياه الصحي، اللي دكتوره سلمى اتحفتنا بمعلومات عامه وسريعه عليه. بالتأكيد المحاضرة دي زي ما هي متسجلة، في هتبقى الدليل موجود ترجعوا له برضو وانتوا بتعملوا أفكاركم، بتعملوا محاضراتكم وأنشطتكم. وبالتأكيد احنا معاكم عشان خاطر نساعدكم بعد كده. مصطفى رافع ايده، فيا ريت تتفضل يا مصطفى. اي حد عايز يسأل دكتورة سلمى قبل ما ابتدي يا ريت برضو يخش يسأل او يرفع ايده عشان خاطر نسمح له، بس طبعا فيما له علاقة بالمحاضرة بتاع الدكتورة سلمى. كنت عايز حاجة يا مصطفى، ولا ايدك اترفعت كده خطأ ولا ايه؟ مصطفى. محتاجين بس يعني الشباب اللي معانا. تمام. اتفضل. محتاجين بس الشباب اللي معانا يبلغوا زمايلهم، سواء من اليمن، فلسطين، الأردن، تونس، مصر، جميع الدول. ننبه على أصدقائنا إن هم ضروري يكونوا بيسمعوا المحاضرة دي المسجلة، ويكونوا بيسجلوا على التقييم البعدي، عشان هيتم فلترة الجروب وإضافة ناس جديدة حابين إن هم يحضروا، لأن العدد معانا على الجروب كتير والملتزمين قليلين. فضروري ان احنا نكون بنسمع السيشن المسجله. لو الميعاد ما كانش مناسب مع حد، ويسجل في التقييم البعدي عشان توصل له شهاده، عشان اي حد مش هيكون مسجل في التقييم البعدي هيتم ازالته واضافه اعضاء جداد. تمام. ربنا يبارك فضروري نكون لك. الناس اللي حاضره هنا وملتزمه معانا تبلغ اصدقائها بالالتزام بالتعليمات، ربنا يخليك يا مصطفى. عشان نبدا نفلتر المقترحات، ونشوف الناس اللي هتبدا تتكرم وهنبدا ننفذ المقترحات ازاي. فضروري نكون بنلتزم بالتعليمات. ربنا يخليك يا مصطفى، طبعا انت عامل جهد جميل انت ودكتورة سلمى. ويعني الموضوع كله مرتبط بالفعل. الموضوع ليس معلومات وشهادات فقط، إنما المفروض
نعمل ايه بقى في هذه المعلومات وناخدها وننقلها لغيرنا. هو ده دور السفراء. على فكرة مصطفى هو سفير الصحة في مصر، وطبعا بقى ليه دور أكبر في موضوع نشر الوعي معانا بجهده وبشغله. ف يعني التعليمات أو الحاجات اللي قالها هي مش تعليمات برضه، عشان ما يبقاش الموضوع يعني معقد والناس تتخض. الكلام اللي هو قاله والرجاء اللي هو بعته، وبعته حتى على الجروب، يا ريت تبلغوه لزملائكم. اللي ما حضرش النهارده في فرصة ان هو طبعا يبص على البرزنتيشن دي واللي قبلها اونلاين، ويبتدي يجاوب ويبتدي يفكر معانا بتفكير منطقي هيعمل ايه. ربنا يبارك لك يا مصطفى، وربنا يبارك لك يا دكتورة سلمى. بشكركم شكرا جزيلا. هنخش بقى سريعا على النصيحة الموجزة في مهارات الإقلاع عن التدخين. ليه اخترنا الإقلاع عن التدخين والنصيحة الموجزة فيه؟ لأنه أصعب نصيحة إن أنت تقعد مع حد مدخن وتقنعه إن هو يفكر، أو تقنعه إن هو يبطل، أو تقنعه إن هو ينفذ، أو تقنعه إن هو يستمر. بتبقى تشالنجينج قوي. ناس كتيرة مهتمة بوزنها، ومهتمية بالأكل، ومهتمية بالرياضة، ومهتمية بموضوع الضغوط النفسية، وعمالة تسمع وتحضر محاضرات. موضوع التدخين غامض شوية ومتعب طبعا. واحنا بنتكلم على اي نصيحة، انا عايز ادي نصيحة لاي حد لازم يبقى عندي معلومات. فهبتدي معاكم دلوقتي ببعض المعلومات، وبعد كده هناخد ازاي بقى نشتغل بالمعلومات دي تطبيقا عمليا مع الناس المدخنة او الناس اللي ممكن تدخن. خلينا نتفق ان عندنا انواع كتير من التدخين: سجاير، شيشة، بايب، سيجار، تبغ مسخن، فيب، سجاير الكترونية، بقى فيه مضغة. وبقى طبعا بالاضافة لكده التدخين السلبي. مهم نعرف ان الشيشة او النرجيلة او الجوزة او الجراك ليست وسيلة للإقلاع، وليست أقل ضررا. بالعكس، الخرافة إنها أقل ضررا. الخرافة إن أنا بطلت تدخين فحشيش، أو هاخد جوزة، أو هاخد نرجيلة، وكفاية إن أنا بشربها مرة واحدة في الأسبوع. بس بالتأكيد كمية النيكوتين والسموم اللي موجودة في حجر الشيشة، أيا كان بقى نوعه أو اسمه، معسل، تفاحة، عليه لولي باب، عليه علكة، عليه واتيفر، كلها حاجات مؤذية. وطبعا بقت موضة موجودة عند كل الناس. السلايد ده مهم جدا لأنه بيقول لنا لو احنا بنقارن ما بين سيجارة وما بين شيشة، فنسبة المواد الضارة والكيماوية والمعدنية السامة كبيرة جدا. مثال: الأطران، إذا كان موجود في السجاير لحد 29 ملي جرام، فموجود في حجر الشيشة بنسبة 802، حاجة بتاعت 40 ضعف مثلا. برضو النيكوتين عالي، 1.3 في السجاير. في النرجيلة أو الشيشة 3. أول أكسيد الكربون الضار في السجاير موجود تقريبا 20 ضعف في حجر الشيشة. وقس على ذلك كل حاجة. أهم تلات أربع أرقام اللي في الآخر: الهافي ميتال أو المعادن الثقيلة. عندنا لو بصيتوا كده على الرصاص 6870 نانو جرام موجودة في الشيشة، بينما في السجاير 85. مش عارف احسبها طبعا، بس رقم رهيب. بنتكلم مثلا على 70 ضعف موجود. اذا كنا بنتكلم على الكروميوم، فاقصى حاجة في السجاير 40، هنا 1340، 20 ضعف تقريبا. طبعا برضو السجائر الإلكترونية اللي بقت منتشرة، وبقى اسمها تبخير مش تدخين، وبقى اسمها فيب مش تدخين، برضو عبارة عن جهاز فيه سائل، وهذا السائل بيتم تسخينه والشخص بيستنشق الناتج التبخير. أنواع وأشكال مختلفة بأحجام وموضة، واللي شكلها أصفر، واللي أحمر، واللي أخضر، وطبعا اللي شبه السجاير، واللي ليها عليها رسمة دراكولا، واللي اسمها بلو، واللي شبه الفلاش ميموري.
وده طبعا من الحاجات المنتشرة قوي والجاذبة جدا واللي فيها أطعم كثيرة، حاجة اسمها الجول. لو بصيتوا عليها هتلاقوها حاجة شبه الفلاش ميموري. ممكن الأب أو الأم ما ياخدوش بالهم ويفتكروا إن ده ابنه معاهم فلاش ميموري. وطبعا عليها بقى أطعم غريبة وألوان جذابة. وطبعا السجاير ابتدى يبقى فيها عليها حرب، في الشركات بتقول لك واي كويت، ليه تبطل؟ سويتش تو بلو، لس او هاف فريدم تو سموك اني وير، ممكن تدخن في اي مكان، مفيش توباكو، نو اش، نو سميل. طبعا كل الكلام ده ترويج من الشركات، وان انت كده بقيت مودرن وحديث، وبالتأكيد خرافة رهيبة انها اقل ضرر او وسيلة للاقلاع عن التدخين او ما بتأثرش على الاطفال، انها وسيلة عصرية وما بتعملش مشاكل. بالتأكيد كل الابحاث بتقول العكس، بما فيها انها ممكن تنفجر كمان في ايد او وش حد. ودي حاجات كتيرة لو عملتوا سيرش على اي حاجة ليها علاقة باضرار التدخين الالكتروني هتلاقوا المناظر دي والاحتراق اللي بيحصل. وايضا كذلك الموضة الجديدة اللي هو التبغ المسخن، اللي الشركات بتقول عليه هيت نوت بيرن، تسخين وليس تدخين، على اساس ان التسخين ده يعني أقل ضرر. وطبعا الأشكال الخاصة بالسجائر اللي هي التبغ المسخن غالبا في أغلب الأحيان هتلاقيها الشكل اللي هو سيجارة قصيرة، وطبعا بتخش في جهاز والشخص بيستنشقها. ده بحث قال مقارنة ما بين السجاير، وطبعا كل المواد دي مواد سامة بما فيها النيكوتين. موجود النيكوتين برضو في الايكوس وفي الجلو وفي البلوم. واضيف للاضرار دي كلها مادتين ما كانوش موجودين في السجاير، وهم الجليسرول والبروبولين جليسرين، او بروبولين جلايكول والجليسرول. الاثنين دولت مواد ضاره ما كانوش موجود في السجاير. فطبعا خرافه كبيره ان هم اقل ضرر، وان هم ما فيهمش اطران، وان هم ممكن الشخص ياخدهم عوضا عن التدخين او عشان تقلل له التدخين. وفي اشكال كثيرة اخرى من استخدام منتجات التبغ، واشهرهم وابتدى يبقى منتشر ما بين الرياضيين وما بين ناس كتيرة على اساس ان هو وسيلة للاقلاع عن التدخين، وهو المضغة. اكياس كده فيها مادة فيها نيكوتين، والشمة النشوء، والتبغ الرطب. كلها حاجات ما كانتش موجودة، ابتدت الشركات تروجها عندنا طالما في ناس بتكافح وطالما في ناس بتقول التدخين وحش. فالشركات بتحاول تلاقي لها زباين جداد وتحافظ على الزباين القدام بتوعها. وبالتأكيد التدخين السلبي مفيش بحث، مفيش كلام ان هو ضار جدا جدا، بالذات لو الشخص السلبي ده او الشخص اللي حواليك هو طفل او سيدة. وبالذات بقى لو سيدة حامل، مشاكل رهيبة وكبيرة، واطفال كتير بيتعرضوا ليها، سيدات كتير بيتعرضوا ليها. والشخص المدخن نفسه هو مدخن سلبي لعادم التدخين اللي بيطلعه لو بيدخن في مكان مغلق. ليه بقى برغم الكلام الكتير الناس بتدخن؟ ليه الشخص بيدخن؟ علشان خاطر حواليه ناس زمايله بيشجعوه، عشان في اعلانات، عشان في فنانين بيروجوا. طبعا دايما القدوة بتاعت ان الاب والعم والخال بيدخن وما حصل لهمش اي حاجة، او فلان الروش الشيك هو اللي بيدخن. فدايما الشباب بيخشوا في هذا العالم بسببه. وبالتأكيد شركات التبغ عليها دور، عايزة تكسب، بيعملوا اللي عليهم بالتأكيد، فهم سبب رئيسي. وبينشروا ده ما بين الفنانين وما بين الرياضيين. وعندنا طبعا محمود عبد العزيز، يوسف شاهين، أحمد زكي،
رشدي أباظة، عندنا دوليا ديمي مور، رونالد ريجن نفسه كرئيس للولايات المتحدة. إعلانات إعلانات إعلانات. وطبعا عندنا في عالمنا العربي هتلاقي الحاجة اللذيذة الظريفة الروشة الشيك اللي دمها خفيف اللي فيها عروض مجانية، وهي كشك السجاير، أو المحل اللي بيبيع سجاير، حتى اسمه توباكو كيوسك، توباكو كشك، أحمر فأبيض، في حاجات لذيذة. لأن الشركات عاوزة تعوض اللي بتخسره، لأن الشركات عايزة تكسب عملاء جداد، وبالتأكيد بتقدم لهم حاجات في الكرتون، بتقدم لهم حاجات بالنعناع والليمون وبالكاندي، وطبعا بتقدم عروض وبتروح الأماكن زي الجامعات وحوالين الجامعات، وبيقدموا للستات فيرجينيا سليم، وبيقدموا الشيشة الفاخرة أو التبغ الفاخر، الطعم الحقيقي للمعسل الخاص الذي لا مثيل له، كلمة طبعا جاذبة. وأحيانا بيقدموا السيجارة باسم سيجارة لايت، اسمها لايت يعني على أساس إنها خفيفة وأقل ضرر، بس هي ليست أقل ضرر ولا شيء بكل الأبحاث. وبالتأكيد كمان بيحطوا حاجة جديدة اسمها رقم خدمة العملاء، اتصل بيهم علشان يتابعوك ويخدموك ويدولك خدمات مختلفة وعروض. وطبعا الإدمان الجسدي والنفسي والارتباط بقى بالناس اللي حواليك، وطبعا خدمات الإقلاع عن التدخين اللي مش موجودة، وحتة لايت ولايتس، وده أقل ضرر وده سليم، والضغوط والقوانين اللي ما بتطبقش في مجتمعاتنا، والأسعار أو توفر المنتجات بأسعار معقولة، كلها عوامل مؤدية إلى إن الشخص يكمل، مع إن هو الشخص لما بياخدها بيريلاكس. النفخة، النيكوتين، طبعا الاعتقاد ان انا شكلي لذيذ، ان انا كبرت لما بدخن، ان انا يعني لو بطلت هتعب عشان خاطر ابطل. والسلايد المهم الجميل اللي بيشرح العملية دي هو هذا السلايد، حاجة اسمها مركز مكافأة الدوبامين، او مركز حافز الدوبامين. ده مركز في المخ، حاجات كتيرة بتشتغل عليه وبتساعد على إفراز الدوبامين، اللي هو هرمون السعادة. هو مش سعادة ولا حاجة، هو هرمون المتعة. بيبقى مرتبط بالأكل الغير صحي، مرتبط بالآيس كريم، مرتبط بالنوتيلا، مرتبط بالشوكولاتة، مرتبط بالقهوة، مرتبط كمان بالقرآن، بالترانيم، بالرياضة. حاجات كتيرة حلوة وحاجات كتيرة وحشة. أوحشهم طبعا المخدرات، يليها على طول النيكوتين، كلهم بيشتغلوا على الدوبامين ريورد باثواي. النيكوتين يخش من الرئة في 10 ثواني، يخش على المخ، الشخص يحس ان هو مسترخي، او يحس ان هو خد المكافأة بتاعته. وطبعا كل ما الشخص استمر اكتر، كل ما ارتباط الخلايا بالجسم بالنيكوتين ريسبتورز او مراكز النيكوتين بتزيد. ده طبعا صورة في منطقة في المخ، طبعا الالوان البنفسجي والخضراء دي تعتبر كده ارتباط خفيف، او عدد خلايا قليل ما فيهاش ارتباط بالنيكوتين. كل ما بقت صفراء او حمراء معناها زاد الارتباط، كل ما الشخص كمل واستمر كل ما الارتباط زاد. وكل الناس عندها دوافع لعدم تبطيل التدخين، عشان كده بنقول ان هو صعب. الناس بتحب التدخين، يعني enjoy smoking، الكريفنج والاشتياق، انها بتقلل الاسترس. ودكتور حسام موافي كان ليه كلمة بيقول ان هو اكثر مواد اللي بتساعد على الاسترخاء هو النيكوتين، وبالفعل احنا بنستخدمه في علاج التدخين. بس طبعا في التدخين او في الشيشة او في الفيب هو موجود مع سموم كثيرة. طبعا اعراض الاقلاع بتبقى سبب ان الشخص ما يبطلش: زيادة الوزن بعد التبطيل، الخوف من الفشل، طبعا الأدوية وتكلفتها، أسباب كتير قوي قوي. وطبعا على الناحية التانية
ناس بتبتدي تفكر في صحتها، ناس بتبتدي تفكر في ارتباطها بربنا وان هو ربنا هيحاسبني على اللي انا بعمله، ناس عندها اولاد وخايفين من شكلهم قدام ولادهم او التأثير عليهم، ان هو طبعا ابتدى يعرف الاضرار وابتدى ان هو يفكر في التبطيل الاسعار وغلو الاسعار. وعشان كده حاجات كتير بتتم، منها رئة وردية، منها عيادات الإقلاع عن التدخين، حملات مبادرة صحة الرئة، حملات في كل الإقليم. وطبعا احنا عملنا في مصر رئة وردية وانتشرت إلى العالم العربي علشان نقول للناس حافظ على رئتك وردية، اتنفس بحرية. عملنا احتفاليات ورياضة ومسلسلات. وبالتأكيد دور بقى حضرتك كسفير، دور حضرتك كواحدة مهتمة بمجتمعك وعايزة تغيريه وعاوز تغيره، ان انت توجه الدعم وتفهم الشخصية. مهم قوي ان احنا ناخد معلومات عن الشخصيات وكيفية التعامل معاها. كتير قوي من المدخنين بيبقى عنده شخصية اكتئابية او انطوائية او مكروبة او سايكوباتية او محرومة عاطفيا، فبيلجأ للتدخين. لازم يبقى عند حضرتك وحضرتك مهارات للإقناع. لا يمكن الشخص هيستمع لحضرتك أو حضرتك وانت بتخوفه وانت بتقول له مش عارف كام ألف واحد مات. هو مش شايف موت، هو شايف حواليه ناس مبسوطة وبتدخن وممثلين بيدخنوا. فلازم يبقى رسالتنا واحنا بنتكلم ليها علاقة بالمرض لو الشخص مهتم بصحته، ليها علاقة مش طبعا مش بالوفاة، ليها علاقة بالفلوس زي ما هنشوف كده بقى. المهارات الإقناع أو طرق الإقناع عديدة. لنا دور هام جدا، والسلايد ده برضو تاني سلايد مهم في اللي أنا بتكلم فيه، إن إحنا عشان نبقى مستعدين للإقلاع عن التدخين، وكذلك عشان خاطر ابتدي ألعب رياضة، وكذلك عشان خاطر ابتدي أخس، لازم يبقى عندي أهمية. لازم أنا دوري كسفير للصحة أساعد الشخص إنه يكتشف أهمية التغيير. هنا بالنسبة لنا احنا بنتكلم أهمية الإقلاع، فأهمية التغيير والإقلاع وقدرة الشخص والثقة ووجود أدوية ووجودي كسفير إن أنا هدعمه، ووجود رقم تليفون بيساعد، ووجود ناس هتدعمه وتكافئه، حاجات كتيرة. فكل ما اتبنت الثقة وزادت الثقة وزادت الأهمية، هي ده اللي هيخلي الشخص يبطل. وده اللي احنا بنعمله، نزود الأهمية، نساعد الشخص ان هو يكتشف الأهمية الخاصة بيه. وخلي بالكم من الكلمة دي، الخاصة بيه مش الخاصة بيا. مش لازم اكلمه على المرض وهو مش فارق معاه صحته او هو شاب صغير. مش لازم اكلمه على الفلوس وهو غني ومش فارق معاه. مش لازم اكلمه على الدين وهو مش فارق معاه الدين، او مش شايف على الاقل ان التدخين او السلوك اللي هو بيعمله ده ليه علاقة بالدين. ومهم قوي ان انت تقول له ان في ناس قدرت وان احنا هنقدر نساعدك، وان في حاجات مختلفة. حتة مهمة قوي وموقف مهم قوي لازم نناقش فيه اي حد بيعمل اي سلوك، هو مناقشة الايجابيات او السلبيات. وطبعا في تعبير اخر، وبالذات الناس اللي اشتغلوا في الادمان هيبقوا عارفين موضوع المكاسب والخسائر، مكاسب السلوك وخسائر السلوك. اكتب ورقة وقلم. يعني لو انا بتكلم مع حد اقول له طب اكتب بقى كده المكاسب اللي بتجنيها او بتحصل عليها من التدخين، واكتب الخسائر اللي بتحصل لك: شكلك، ريحتك، منظرك، الفلوس، قدرتك على ان انت تبقى يعني ليك ايجابية، وان انت قادر ان انت تسيطر على نفسك. الايجابيات بالنسبة للشخص ممكن تكون شكلي، منظري، شكلي حلو، منظري قدام البنات، ممكن يكون اصلها طعمها انا بحبها، حاجات كتير. مهم بقى في الحتة دي واحنا بنتكلم على موضوع المقابلة التحفيزية او رفع الحافز، ان نفهم كلمة مهمة قوي، ان محدش بيقتنع باللي الشخص اللي قدامه بيقوله له، بس بيقتنع بالموقف او بالمنطق او بالحاجة اللي بيكتشفها بنفسه. معنى الكلام ده ان انا لازم اساعد الشخص ان هو
هو اللي يقرر. انا مجرد بس معاك موجود، عندي معلومات، عندي افكار، عندي دراسة درستها، محاضرات حضرتها، انا سفير للصحة في الحتة الفلانية. بس انت اللي هتكتشف وانا معاك، انا جنبك. لازم تتمحور المقابلة التحفيزية. وبرضه برجع واقول هذه المقابلة ليست فقط لتغيير سلوك التدخين، انما اي سلوك عاوز انقله من سلوك سيء إلى سلوك أفضل. المقابلة التحفيزية لازم تتمحور حول العميل، واسمها اسم العميل ده طبعا كلمة دمها تقيل شوية، بس أقصد الشخص اللي أنت بتكلمه لازم يبقى هو اللي بيكتشف نفسه، هو اللي بيكتشف سلبيات وإيجابيات السلوك، هو اللي بيكتشف إزاي يبطل، وأنا بس مجرد بساعده. وهنا نيجي الأهم سلايد في المحاضرة بتاعت موضوع المقابلة التحفيزية. وزي ما بقول ممكن تتنفذ على كل حاجة ليها علاقة بالسلوكيات. عندنا حاجة اسمها ال OARCS أو ال OARS. الأربع حروف دولت هم أول حروف من أربع كلمات مهمة أوي أوي، لازم نتقنها ولازم نفهمها. وطبعا بالتأكيد ليست اونلاين، لازم تبقى فيس تو فيس كده نتناقش فيها. اقروا عنها المقابلة التحفيزية، خشوا على مواقع عن المقابلة التحفيزية، دربوا نفسكم على المقابلة التحفيزية. لازم نفهمها الأول النهاردة وبعد كده تجربوها. أول حاجة وأول حرف هو الأو، الاوبن اندد كويشنز، الاسئله المفتوحه. واحد جاي لي بحاول ان انا اوعيه عن التدخين، عن التخسيس، عن الرياضه. اول حاجه لازم اتيح له الوقت والمكان والطريق ان هو يتكلم. فهساله سؤال مفتوح. طبعا في العادة في هذه اللقطة برجع لحضراتكم وأقول لكم قولوا لي أمثلة لأسئلة مفتوحة. يعني أنا عاوز أوعي حد أو حد جالي في البوث اللي أنا واقف فيه في المكان اللي أنا بوعي فيه، وعاوز أسأله: أنا حضرتك عايز تبطل تدخين؟ أيوه عايز أبطل. طيب هسأله بقى سؤال مهم أوي أوي إن هو يبقى قابل ان هو يخليه يتكلم، قابل ان هو يخليه يقول وانا اسمع. فيا ريت حضراتكم تبعتوا كده على الشات اسئلة ممكن نسألها تبقى open ended questions. نور كاتبة: إذا كانت شخصية المدخن غير قابلة للمناقشة وغير مستمعة ماذا أفعل؟ طبعا يا نور سؤال مهم جدا طبعا. جاوبينا بس يا نور والجميع، ايه السؤال اللي ممكن اسأله يبقى open ended questions، يبقى سؤال مفتوح يخلي الشخص يتحدث ويتكلم ويقول وانا اسمع. هل اسأله مباشرة انت بتدخن ولا لا، ولا اسأله انت عاوز تبطل ولا لا؟ هل فكرت في الإقلاع عن التدخين من قبل؟ تمام يا نور. يعني سؤال برضو لو فكرتي فيه كده هتبقى الإجابة بنعم أو لا. هل فكرت؟ فكرت. هل فكرت؟ لا ما فكرتش. يعني ده سؤال مقفول شوية، أو يعني الإجابة عليه برقم أو نعم أو لا، ده سؤال مقفول. فلازم السؤال يبقى مفتوح شوية، يبقى فيه قابلية إن أنا الشخص يتكلم معايا ويقول. فيا ريت حد تاني غير نور يبعت لنا سؤال مفتوح خاص بالتدخين، سؤال مفتوح عشان شخص اخليه يتكلم. اساله اقول له ايه open ended question. يلا يا شباب احنا قربنا نخلص. طيب علشان وقتكم، متى بدأت أو أول مرة بدأت تدخن؟ اذكر الأسباب، ما مكانة التدخين في حياتك يا فراس. جميل يا فراس، سؤال برضو إيه مفتوح جميل
وبرضه بس مكانة التدخين دي تحسس الشخص ان هو ده ليه مكانة بقى وبتاع، ان الراجل او الست يحسوا ان هو يعني بيبص على الجانب الايجابي في الموضوع. طبعا علشان ما نأخرش وقتكم، ويمكن الناس مش فاهمة السؤال اللي أنا سألته، فأنا هرجع للموضوع وأقول لكم إن الأوبن اندد كويشن هيبقى التالي: هل أنت أو بلاش هل عشان خاطر برضو سؤال مقفول، احكي لي على التدخين، قول لي وسمعني وعاوز اسمع منك وعاوز اعرف منك قصة التدخين او قصتك مع التدخين او التدخين بالنسبة لك عبارة عن ايه. وانا بسأله كده عايز اسمع، قول لي احكي لي. الشخص هيبتدي يقول لي انا من ساعة وانا عندي 13 سنة بدأت تدخين، وبعد ما قعدت كام سنة أدخن جالي مشكلة فبطلت تدخين، وقعدت كام سنة تانية مبطل، وبعد كده تعرضت للمشكلة فرجعت تاني للتدخين، ورجعت للفيب، والفيب ده أحسن حاجة حصلت لي في حياتي. طبعا هذا السؤال خلاه يتكلم وانا اسمع. اول لما يقول لي المعلومة او الاجابة اللي المفروض هتكون طويلة شوية، وهفهم منه قصته وهفهم منه يعني هو مهتم بايه بالظبط، اعتناقه للفكرة ان هو بيحب التدخين، ان هو شايف ان الفيب كويس، هعمل حاجة مهمة قوي اسمها الافرميشن. ممكن حضرتك شايف ان التدخين او الفيب كويس، حضرتك بتحب التدخين، بس يعني ممكن اقول لك على معلومات ممكن تفيدك. لازم ممكن واستأذنك وتسمح لي. لازم الشخص يبقى عنده المهارة بتاعت طريقة اعطاء المعلومة بالاستئذان، ان انا مش احسن منك ومش بفهم اكتر منك، ده انا عندي معلومة يمكن حضرتك تستفيد بيها، بس انت اللي هتقرر. فانا سألت سؤال مفتوح: احكي لي، قول لي، عاوز اسمع منك قصتك مع التدخين. فاول لما خلص قلت له ممكن حضرتك فعلا تكون معاك حق، وهروح لحاجة مهمة جدا جدا جدا، وهي الريفلكشن. اللي هي ايه؟ اللي هي الكلام اللي قاله لي هعيده واكرره بنفس طريقته او احور فيه شوية. يعني الشخص اللي احنا قلنا المثال بتاعه: انا بدأت تدخين وانا عندي 13 سنة، قعدت 5 سنين ادخن، وبعدين حصل تعبت، وبعدين بطلت كام سنة، وبعد كده حصلت لي مشكلة فرجعت، وحاليا بدخن فيب. فهقول نفس الكلام. حضرتك قصدك تقول لي او عاوز تقول لي ان انت بدأت تدخين وانت عندك 13 سنة، وقعدت 5 سنين تدخن، وبعد كده حصلت مشكلة وتوقفت، وبعد كده حصلت مشكلة حياتية وضغوط فرجعت للتدخين. الموقف ده اللي هو بتاع الريفليكشن، الافرميشن والريفليكشن الاثنين دول مع بعض مهمين قوي في بناء الثقة مع الشخص. يعني طب قولوا لي كده، انا هلغي الشير دلوقتي، قولوا لي انتوا شايفين هذا الموضوع، موضوع الافرميشن وموضوع الريفليكشن، ان انا اقول نفس الكلام اللي الشخص قاله بس بطريقة اخرى، قولوا لي شايفينه اهميته ايه، او انا بعمله ليه، او موضوع الاو اي ار اس قايل عليه ليه كوسيله او كاسلوب في المقابله التحفيزيه. عاوز إجابات فاعلة وقوية من سفراء الصحة الجمال اللي معانا: فراس، دكتورة منيرة، نور، أم حمزة، كل الناس اللي موجودة. بس اللي ما حضرتش معانا قبل كده، لأن الإجابة عارفاها دكتورة سلمى أكيد، ويمكن عارفها كمان مصطفى. فعاوز منكم تقولوا لي لما أنا بعمل ريفليكشن، او لما باخد كلام الشخص واعيد صياغته واقوله تاني، بكسب ايه، او ايه الاهداف بتاعتي من اعادة هذه الصياغة وان انا اقولها مرة اخرى. يا ريت تقولوا لنا، ويا ريت تشاركونا في الشات.
اكتبوا لنا كده ايه الحاجة اللي انتوا شايفينها هتفيدني فيها موضوع الريهرسل او اعادة الصياغة. طيب علشان برضو الوقت انا ثانية واحدة، في حد سوف يبين له بأنك مهتم به، صح جدا يا علاء ولا آلاء؟ سوري، ايه ألف ايه ال ايه ايه دايما بيبقى يا آلاء يا علاء، معرفش بقى. سوف يبين له ان انا مهتم ومركز معاه، برافو برافو. بناء علاقة جيدة بين الطبيب والمدخن، بالظبط كده يا دكتورة، هايل. آلاء، طيب يا آلاء معلش دايما بتحصل المشكلة دي. فبالتأكيد بناء الثقة، وان الشخص يلاقي ان اللي انا راح اتكلم معاه سواء طبيب او غير طبيب بيسمع له ومركز معاه. يا خبر ابيض، ده لو طال يروح يبوسه ويحضنه، ده جميل جدا. ده خلاني اتكلم، سألني على قصتي وخلاني اتكلم وسمع لي، ده كده يعني تاني احسن حد بعد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. فطبعا الاوبن اندد كويشن والافرميشن والريفلكشن مهمين. وطول المقابلة التحفيزية اللي هي ممكن تبقى 30 ثانية، تبقى 5 دقايق، تبقى 10 دقايق، تبقى ساعة، عمال أسأل أسئلة. قول لي حكايتك لما بطلت التدخين، هو قال ان انا بطلت، قول لي اللي حسيت بيه وقت ما بطلت تدخين، قول لي انت ليه عايز تبطل تدخين، قول لي واحكي لي. وبعمل نفس القصة الافرميشن والريفلكشن. وفي نهاية الحوار لازم اخد من كل الحوار الذي اخذ 3 دقائق، 5 دقائق، 10 دقائق، كل المعلومات اللي اتقالت، واعمل حاجه اسمها سمرايز، الخص كل اللي اتقال. وبرضه هدفي من السمرايز ان الشخص يلاقي ان في اذان صاغيه ان هو سمع له. وممكن وانا بسمرايز او بريفلكت الشخص يبقى عنده معلومه زياده يقولها لي. وبرضه حاجه مهمه، ممكن ابقى انا فهمت غلط في حاجه فهو يصححها لي، فبتبني علاقه جميله جدا. وهذه المقابلة التحفيزية سر من أسرار الناس اللي شغالة في التسويق، سر من أسرار الناس اللي شغالة في الكوتشنج أو الدعم النفسي. مهمة جدا وبتساعد كتير جدا، حتى في علاقتي بولادي، علاقتي بزوجتي، علاقتي بزوجي، علاقتي بالمدير بتاعي. حتة المقابلة التحفيزية وان انا ادي فرصة للشخص انه يتكلم واسمع له واردد اللي هو قاله واكد عليه، بتفرق كتير قوي قوي في بناء العلاقة. والشخص ده اكيد اكيد هيرجع لي. المقابلة التحفيزية هي لازم مبنية على بناء علاقة وثقة فيها تعاطف، أنا فاهمك، أنا حاسس بيك، أنا مقدر إن أنت غصب عنك إن أنت بتدخن، أنا مقدر إن أنت بتحب التدخين، إن أنت اعتمدت عليه. أبعد تماما على إن أنا ألومه، أستمع ليه أكتر ما أنصحه. مش لازم الصباع واللي هو أنا فاهم، لا، ده غلط جدا. دعم الكفاءة الذاتية ان انت تقدر وانا معاك. لو قال لي معلومة غريبة او معلومة صعبة، طب قريبي مات وعمره ما دخن، بيحصل ان في ناس بيجي لها امراض بدون تدخين، بس اكتر ناس بتجي لها امراض هم المدخنين، اكتر ناس بيجي لها سرطان هم المدخنين. يعني معلومة مرتبطة بالموقف وتلتف حوالين المقاومة. واهم شيء يا جماعة موضوع ان انا اخد من كلام الشخص وابني عليه. ما انصحوش على صحته وهو مش مهتم بصحته، ما انصحوش على الفلوس وهو مش مهتم بالفلوس، ما انصحوش بالدين وهو مش مهتم بالدين، ما انصحوش باولاده وهو مش مخلف يعني. فلازم اختار الطريقة. طبعا ان انا اسال وانصح، اسال على نوع التبغ، الكميه، مده الاستخدام، الانفاق على التبغ، محاولات الاقلاع، سبب فشل المحاولات، بس انا ما بحبش كلمه فشل، سبب عدم استمرار الشخص في التبطيل. ان انا اناقشه في الاعراض الانسحابيه. كل دي لو جبناها بطريقه الاوبن اندد كويستشن، احكي لي، قول لي، واكد على المعلومه، هتفرق كتير. وطبعا انصحه بقى بأن هو يبتدي يفكر في الخسائر ويبتدي يفكر في المحاولة.
ويبتدي يفكر في الفوائد اللي ممكن تبقى تساعده على التبطيل. ومهم قوي ان انا اخليه يبقى معايا، اقول له ان انا موجود، اقول له ان في موقع عملناه، اقول له ان في مجموعة دعم، اقول له ان انا رقمي معاك، جروب الواتساب الفلاني، المجموعة الفلانية، سفراء الصحة في عمان، في مصر، في رقم تليفون. لازم يبقى في معونة، الشخص لازم يجد ان هو حد هيساعده. بالتأكيد بالتأكيد في وسائل صيدلانية ليس في إمكانكم إن حضراتكم تكتبوها، لأن ليها جرعات وليها أسلوب وليها وقت ينفع ووقت ما ينفعش، وأحيانا تعمل مشاكل. فبس دي معلومات عامة. عندنا اللبان، عندنا الاستحلاب، اللصقة، وعندنا دواء اسمه البوبروبايون والفارينكلين. بس كل ده يستحسن ان الطبيب هو اللي يوصفه او العيادة، لان في العيادة هو في مكان وفي وضع يستقبل المعلومة، هيقدر ان هو يفهم. وبالتأكيد بالتأكيد ان الفوائد بتبقى مهمة قوي ان احنا نناقش الشخص فيها، ونقول له ان بعد 20 دقيقة معدلات ضربات قلبه هتقل، بعد 12 ساعة اول اكسيد الكربون هيروح، من اسبوعين لثلاث شهور الإصابة بالسكتة القلبية ووظائف الرئة هتتحسن. وبالتأكيد ممكن نتعاون معاه ونديله دعم كبير عن طريق سفراء الصحة مع بعض بإذن الله. طبعا زي ما ام حمزه، طبعا طبعا في حاجات اتقالت بعد الاء، وابين انه الكلام قاله مهم صح يا نيره. فراس بيطمن ان انا فاهمه، الاستماع لكل ما يقول حتى لو خارج الموضوع، والتفاعل، كل ده فعلا من المكاسب اللي بكسبها في المقابله التحفيزيه. ابين له ان احنا فعلا بنساعده للاقلاع يا ام حمزه. صح، نور بتقول في معادله لاحتساب عمر الشخص او الرئه من خلال عدم باكوات الدخان او حبات السيجاره. كيف نسويها؟ عندنا هذه المعادله، بس طبعا آه، عمر الشخص مش مرتبط بعدد الباكوات. دي حاجة المفروض يعني تخيلية، ما هياش حقيقية. بس برضو مش عاوز ان الشخص يبقى بناخده في الاتجاه اللي انا عاوز اقوله له. اللي هيفرق معاه لو هو مثلا بفلوس، اقول له بحسبة بسيطة: انت بتدخن كام سيجارة او كام علبة في اليوم؟ ده سعرها كام؟ طب لو بطلت هتوفر كام؟ احسب له الحسبة. بتفرق مع ناس كتيرة قوي، موضوع حسبة التدخين بتفرق كتير قوي مع ناس كتير. برضو ان انا اناقشه في الفوائد بتاعة الاقلاع مهمة جدا، وبتساعد ناس كتيرة في التوقف عن التدخين. وبالتأكيد بالتأكيد بالتأكيد ان انا يبقى عندي معلومات وانمي معلوماتي يوميا ودائما وابدا، هتفرق كتير قوي مع ناس كتير. وبالتأكيد بالتأكيد ان احنا يعني هنبقى بنساعد ناس كتيرة انها بتبطل لو احنا نمينا من قدراتنا ومعارفنا، بالذات في حاجة اسمها السي بي تي او العلاج السلوكي المعرفي. من الحاجات المفيدة جدا ان لو درستها في اي مكان، لو درستها مع جامعة، لو مع جروب، مع جهة ما، هتفرق قوي 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 في تبطيلي وفي قدرتي على التبطيل. فطبعا اي حد عايز يسأل اسئلة انا تحت امركم، انا موجود انا والدكتورة سلمى. وانا حطيت دلوقتي على الشات الفورم اللي حضراتكم هتملوها كنموذج بعدي. وهذا النموذج البعدي بعد ما بتملوه بيطلع لكم شهادة حضور هذه المحاضرة. طبعا هذه الشهادة لحضور المحاضرة فقط، انما طبعا الحصول على لقب سفير الصحة زي ما قالت الدكتورة سلمى، وزي ما قلت، وزي ما دكتورة منيرة هتقول لكم في مجموعة تونس، وزي ما الحاج ماجد في مجموعة فلسطين، وزي ما دكتور وليد في مجموعة اليمن هيقول لكم، دي لازم تقديم فكرة لنا. واحنا هننسق مع دكتورة منيرة في تونس، مع دكتور الحاج ماجد، مع
الناس في الدول المختلفة، او معانا على الايميل اللي اتبعت قبل كده. هحاول ان انا اجيبه لكم وابعته مرة اخرى. كل ده آه، مهم وبيساعد كثيرا جدا جدا جدا. ف آه، عايز اشوف بس الايميل علشان مهم اللي عايز يبعت لنا حاجة يبعت لنا على الايميل. وبالتأكيد ايضا مهم ان ماشي انتوا دكتور، انا هبعتهولك تاني. اه يا ريت، انا بحاول ادور عليه وبحاول اتوه الناس معايا. تمام. لحد لقيته اهو، الحمد لله مصطفى بعته. اللي هي امباسادورز، ما اعرفش ازاي امباسادورز، بس مش مشكلة يعني، هي اه امباسادورز. انا بعته تاني. بعتيه. ربنا بالايه؟ يخليك. ستبقى اه الحصة بعته اهو. مسجلة يا تسنيم، تسنيم ولا تسنيم؟ تسنيم، الحصة مسجلة. هي حصة ازاي؟ مش حصة ولا حاجة يعني، بس هي لقاء معاكم يعني. بس هي هتبقى مسجلة وهتتبعت ان شاء الله على الجروب. برضو زي ما قال مصطفى، اللي يخلص طبعا الفورم لازم يخلصها دلوقتي، ومش هيبعتها لأي حد، يخلصها دلوقتي عشان هو حضر. وبالتأكيد بالتأكيد ابعتوا المحاضرة إن شاء الله لما نبعتها على الجروب، ابعتوها لزمايلكم. وخلوا الناس تبعت لنا أسئلة، تبعت لنا أفكار، تبعت لنا معلومات زي ما انتوا عايزين على الإيميل. معانا ومنورنا كمان دكتور بسام حجاوي من الأردن، اللي بنتعلم منه كثيرا. وواضح ان هو معزوم في حتة بره، على عند حبيبة غالبا، او عند في فرح ولا شيء تقريبا. فربنا يبارك لك دكتور بسام، منورنا. وان شاء الله مع بعض نعمل احلى شغل ان شاء الله. طبعا انا يعني في انا عامل ميوت لاغلب الناس، فلو حضرتك حابب تتكلم دوس بس على الانميوت. هو في حاجة في الميوت، معلش. اسك تو انميوت. دلوقتي كويس والله يا دكتور. انا معزوم انا والدكتور سيف في ايوه. فندق انتر كونتيننتال، وحطينا لك اياه بالفندق، ولقيت ارجيله واحد بيشرب ارجيله فقفلت على طول احسن الصبح. لا ورحت ده كلمت حضرتك. الصحه قلت لهم الحقوا. صح يا شوفوا بعت دكتور. لهم يعني فعلا يعني انبسطت في يعني في جزئيات من الكلام الحلو تاع حضرتك يعني دكتور وائل. ربنا يبارك لك، ربنا يبارك لك يا ما شاء الله دكتور. عليك، واللي سوء حظنا ان كنا ملتزمين ولا نسمع الكلام الحلو ربنا دائما. يخليكوا، وانتوا عاملين شغل جميل، والشغل مع المدارس هيبقى حلو جدا. كل الشباب اللي موجود معانا هنا من الأردن والجداد ان شاء الله يبقوا مع حضرتك ان شاء الله يا دكتور بسام. احنا ان شاء الله بخمسة وستة وسبعة 11 اخذنا مقاولة كده، عرض يعني عطاء مع وزارة هايل. التربية والتعليم، وبحيث ان شاء الله ان شاء الله نوصل ل 150 ان شاء الله، بتمنى هايل ان يعني شاء الله، الرقم. يبقوا معانا ويكونوا. وحندخلهم قوائم عشان الدكتورة سلمى تسمع قوائم وارقامهم الوطنية والكلام ده، ونديهم الكورسات ونشوف هندي لهم شهادات ازاي. حتى لو عملنا شهادة احنا هايل يا دكتور. والاتحاد وانتم، بحيث نعطيهم الشهادات ويكونوا مسجلين لدينا، ونجيب الاسماء معانا باذن الله، ببعثهم لسلمى. ان شاء ان الله شاء الله وكمان. امورنا تنجح. خمسة هايل يا وستة دكتور. وسبعة نوفمبر. ان شاء الله يا دكتور، وكمان ان شاء الله هايل. يبقوا انا كلمت يتكرموا معانا في الاجتماع بتاعنا 28 و29 نوفمبر، سواء اونلاين او ان شاء الله ممكن يبقى مباشرة يعني. ان شاء الله ان شاء الله. وبكره احنا لينا لقاء صح؟ اه ان شاء الله في بعد بكره لقاء يا دكتور. ان شاء الله بكره بكره الاربعاء. بكره الايام الاربعاء. بقت شبه بعض والله يا دكتور، بقت شبه والله بعض. خلي سلمى، الدكتوره سلمى تاكدها عشان يجوا الشباب، عشان نشوف اللمسات الاخيره يعني. ان انا مش شاء الله يا هزعجكم يعني. دكتور. ان شاء ان شاء الله. الله. تسلم تسلم ان شاء تسلم، الله يا شكرا. دكتور. طيب بالسلام. دكتوره سلمى كانت حتى تشرح حاجه عن المشروعات ولا حاجه يا دكتوره سلمى ولا ايه؟ اه اه انا بس عايزه بس اوريهم المقترح. فكره المقترح ممكن نعمل فيها ايه يعني. اه دي مهمه قوي طبعا، هي موجوده ومبعوثه، بس نبعتها تاني وانت تشرحيها النهارده دلوقتي كمان ان شاء الله. تمام. دوسي عليها مرتين.
ما انا بدوس مش عارف. ما هو انت كان المفروض تفتحيها الاول وبعد كده تدوسي، يعني تعملي شير بعديها تقريبا. تحبي اعملها انا؟ طب ايه، افصل وبعدين ارجع تاني؟ اه يا ريت يا ريت. طيب يا ريت حضرتك شيء. طيب استني عليا بقى شوية، اوكي. علشان انا حاططها فين، حاططها هنا. اه, مقترح المشروع اهو. طبعا هي دكتورة سلمى اللي عاملاه، فانا اللي هعرضه دلوقتي يعود الشكر ليها هي على ان هي عاملاه يعني. اتفضلي يا دكتورة. تمام يا دكتور، هي بس كان ناس كتير بقى تسألني يعني احنا ممكن نعمل ايه، او المقترح ده هيبقى عامل ازاي، ولا ايه فكرته. ف- امم فاحنا لخصناها كده بتكون بشكل بسيط. يعني ايه تفاصيله. امم طبعا هو المقترح لازم يكون محتوي على كذا حاجة. أهم حاجة يبقى يعني العنوان أو الغلاف. الغلاف ده بيبقى فيه عنوان المشروع بشكل موجز، بيوضح فكرة المشروع. المفروض يبقى فيه معلومات حوالين المشروع ده، بس في الحتة الأولانية: الاسم، مكان التنفيذ، الوقت، الجهات الشريكة، الفئة المستهدفة، وملخص تنفيذي مرتبط بجدول زمني مقترح. أهداف المشروع، يعني أهم حاجة المفروض إن المشروع ده بيناقش مثلا مشكلة معينة أو مشاكل معينة بتحددها. طب إيه الآثار السلبية اللي هي بتنعكس على المجموعة المستهدفة؟ طب إيه الاستراتيجية المختارة اللي إحنا هنحل بيها المشكلة؟ كل ده بشكل مختصر يعني، بس أهم حاجة إن العناصر دي تكون موجودة. إيه الفئة اللي أنت بتستهدفها؟ بتستهدف الأطفال، الشباب، البنات، الفئة العمرية. كل ده أنت لازم توضحه. خطة التنفيذ دي شوية لازم توصفها بالتفصيل: الأنشطة، الإطار الزمني، الموارد اللي أنت هتستخدمها، شركاء التنفيذ. ويفضل إن هو المقترح يكون مدة قصيرة، يعني ما تزيدش عن 6 شهور. طبعا أنت ممكن تعمل أكتر من كده، بس أنا بقول لك الحاجات اللي هي هتبقى ذات أولوية يعني. المفروض إن أنت بعد ما تخلص الكلام ده كله بيبقى فيه متابعة أو تقييم لخطوات المشروع. المفروض توضح لنا ايه هي الآلية اللي انت هتستخدمها، وهتتابع البروجرس بتاع المشروع دوت. هتعمل فريق للعمل للمشروع. المفروض بقى مثلا في مدير مشروع، في منسق، في اورجنايزر، في حاسب. تبتدي بقى حط انت الفريق بتاعك على حسب، واشرح مهمة كل فرد من أفراد الفريق. يا ترى هيبقى في تغطية إعلامية أو لأ؟ ممكن توضح حاجة زي كده. يا ترى بتقترح ان احنا المشروع ده يكون ليه بارتنرز او شركاء يعني، او جهات؟ كل ده انت تتناوله. دي بس خطوات او العناصر اللي انت هتستخدمها. طيب العناوين او المواضيع اللي انت هتتكلم فيها تكون ايه؟ طبعا الكلام اللي احنا اتكلمنا فيه، مواضيع بقى التوعية الصحية، ومكافحة التدخين، ومكافحة الأمراض الغير معدية والعوامل الخطر بتاعتها. المبادرات دي بتبقى عاملة ازاي؟ ممكن تكون برامج فنية، ممكن تكون تكنولوجية، رياضية، تعليمية. كل المجال ده معاكم مفتوح. أهم حاجة يكون في وضوح للهدف، يكون متوافق مع الأهداف اللي احنا اتكلمنا عنها. وكل ما يكون الهدف واضح ومحدد وبيركز على قضية رئيسية، كل ده ما هيكون مور ابليكابل أو حاجة قابلة للتنفيذ. هتلفت انتباهنا يعني، بتركز على الفئة المستهدفة وتبروزها كده. يعني كل ما يكون انت بتشتغل على فئة معينة ومركز وعارف انت بتعمل ايه، كل ما ده بيكون أفضل. خطة التنفيذ كل ما تكون واضحة وسهلة وقابلة للتنفيذ، كل ده ما بيكون أفضل. لازم يكون طبعا في ابتكار وإبداع، لأن في بصراحة طلبات كتير متقدمة. فكل ما هيكون فيها حاجة جديدة، كل ما ده هيزود فرصك في الفوز. وكذلك طبعا النتائج والتأثير، المفروض ان انت تبقى عارف يعني مثلا ان في اوتكم معين من البروجكت، المفروض ان انت بتوضحه وتكون نتائج مباشرة وقابلة للقياس. ده هيكون يعني شيء كويس، ويكون ليها تأثير واضح وملموس على الفئة المستهدفة اللي انت اشتغلت عليها. مهم ان انت برضو تاخد بالك من حتة ان استدامة النتائج يبقى فيها خطة للاستدامة، حتى لو في مراحل لاحقة يعني للمشروع، بس انت تنوه عن حاجة زي كده يعني.
بس ده كده بشكل بسيط، مش عايزين حاجة معقدة أو حاجة تكون صعبة. احنا عارفين إن أغلبيتكم أول مرة يعمل حاجة زي كده. بس اكتبوا العناصر ديت واجتهدوا فيها. أهم حاجة تكون فكرة جديدة، فكرة مبتكرة، فكرة سهلة قابلة للتنفيذ. هو ده اللي إن شاء الله هيلفت الانتباه وهيخلي إن شاء الله المقترح يفوز بإذن الله. زي ما قلت لكم، حابين إن احنا نبعت المقترحات على الإيميل دوت. الإيميل برضو مكتوب هنا وأنا بعته قبل يوم 4/11. ويفضل إن يبقى فيه سيرة ذاتية مرفقة لمقدم المقترح. ده برضو هيساعد بشكل عام يعني. بس أتمنى كده إن أنا أكون جاوبت على أسئلتكم اللي أنتوا بتبعتوها لي على الخاص، لأن ناس كتير بتسألني أسئلة كتير حوالين الكلام ده. جميل جدا يا دكتورة سلمى. بس كده. وانا رأيي ان احنا برضو يمكن نعمل محاضرة يعني اخرى على يعني نناقش الناس في الموضوعات. يعني بعد ما الناس تبعت هنناقشها برضو عشان نحسن من الموضوعات. بعد طبعا ال 4/11 زي ما انت قلتي، انا هبقى متولي القصة دي، ويمكن معانا طبعا دكتور زياد يوم 6/11، وهو مسؤول او يعني ليه خبرة في هذا الموضوع، علشان نحسن الناس اللي بعد. فمحدش يتكسف، محدش يقول انا مش عارف اكتب حاجة. اكتب اي فكرة حتى لو ما فيش فيها المعايير دي، بس احنا عايزين نساعدكم ان انتوا تعملوها بشكل محترف. انت هتاخد لقب سفير للصحة، او هتبقى سفير للصحة في بلدك مع الاتحاد العربي لمكافحة التدخين او مكافحة التبغ. فهنساعدكم في تحسين هذه المقترحات. بس ابعتوا بس بصورة مبدئية قبل 4/11 اللي هو يوم الاثنين اللي جاي. وأكيد هيبقى لنا لقاء هنعلن عنه على الجروب، وهنعمل لقاء نناقش فيه الموضوع أنا ودكتور زياد وأي حد، وهنفتح فيه المجال لكل الناس إنها تتكلم. الناس اللي بعتت لنا هنبتدي نساعدها في انها تكتب حاجة افضل، علشان احنا مش بنعمل لكم امتحان ولا اختبار ولا حاجة. احنا بنساعدكم في تطبيق شيء جيد ومؤثر ومستدام وقابل للتطبيق، ويجي له دعم من المنظمة، يجي له دعم من الجهات الدولية اللي معانا بإذن الله. ما تنسوش تجاوبوا، او يعني تخشوا على الفورم اللي موجودة. هبعتها مرة اخرى علشان خاطر ما حدش يقول انا ما قريتش، انا ما عرفتش شهادتي فين. طبعا هي دي خاصة بس بالشهادة، او خاصة ان انت تجاوب على الأسئلة وتحصل على شهادتك. أم حمزة بتقول عندي سؤال: أضرار السجاير ليه اللي بتتعمل بالحشيش بدل ما تتعمل فيها مضرة على الجلس جنب المدخن؟ لأن صاروا يغيروا السجاير ويحطوا حشيش ويولعوا فيه. طبعا بالتأكيد الحشيش ليه أضرار رهيبة، برغم إن هو في ناس كتيرة فاهمة إن هو مش إدمان، بيدخنها كل يوم بس هو مش إدمان، بيروح لها وبيبقى متضايق من غيرها بس مش إدمان. يعني حتى في نكتة في الموضوع ده، واحد بيقول يعني لحد بيقول له انا بقالي 18 سنة بدخن حشيش كل يوم وما ادمنتوش. طبعا هي نكتة، طبعا اكيد اللي بيدخن حشيش بيدمنه، اللي بيدخن سجاير مع حشيش ادمانه بيزيد قوي، وارتباطه بالتدخين بيزيد قوي، وبيبقى اقلاعه عن التدخين صعب، ومشاكل كتيرة بتحصل في مخه بسبب الحشيش المخلوط الجيد. الأنواع المختلفة منه مضرة، برغم إن في دول أقرته وقننته، بس طبعا هو ضار جدا. زيه زي الهيروين، زيه زي الخمور، حاجات كتيرة جدا مضرة. التدخين عامل مؤثر، وسيلة للتدخين الحشيش، وطبعا تبطيل التدخين شيء صعب، تبطيل الحشيش أصعب بالتأكيد. فبالتأكيد يا أم حمزة ليه أضرار على المخ وعلى حاجات كتيرة قوي، وبيسبب أدمان أكتر كثيرا جدا جدا. أتمنى إن أنتوا تكونوا استفدتوا، وأتمنى إن
كل اللي ما سمعش المحاضرة النهاردة هنبعتها أكيد مسجلة، أو هنبعتها عشان خاطر تبعتوها للناس وتسمعوها مرة أخرى، تجاوبوا على الأسئلة بتاعة البوست أو اللي هو التقييم البعدي، تحصلوا على الشهادات. تبعتوا لنا أفكار على الإيميل، موجود كله على الشات يا شباب، موجود كله على الشات. وإن شاء الله الناس كلها في الدول العربية اللي معانا في الاتحاد هتساعدكم وهتبني معاكم، وهنعمل لقاء في تطوير لأفكاركم. ابعتوا أفكار، ما تقلقوش، ابعتوا أفكار حتى لو أفكار يعني عامة أوي، سهلة أوي، أو ما فيهاش المعايير. بس كل ما كانت الأفكار أقرب للمعايير هيبقى فرصتها في الفوز أكتر كثيرا. بشكركم شكرا جزيلا. مفيش أسئلة، وأنا يعني تعبت وأكيد دكتورة سلمى برضو تعبت. موضوع مجهود ده بيبقى في الكلام كثير، بس احنا حاسين بيكم وحاسين بحماسكم ومبسوطين ان انتوا معانا.